حلقة جديدة النهاردة من يلا توك مع هرم من أهرامات اللغة العربية في مصر. حد أنا اتشرفت بإن أنا كنت تلميذ عنه، وعلى مدار سنين طويلة دايما بسمع عنه كل الخير من كل الطلبة اللي اتخرجت من تحت إيديه. مستر محمد عبد العقاد، أهلا بيك يا مستر. اهلا بيك يا حبيبي، اهلا بيك. اتشرفت جدا بيك والله النهاردة معانا في يلا توك. والله انا اللي اتشرفت بيك، والواحد بيبقى فرحان قوي ما بيلاقي حد من ولاده في المكانه اللي انت فيها، وربنا سبحانه وتعالى يزيدك يا رب دايما ودايما ودايما. ربنا يبارك فيك يا مستر والله، وده دايما احنا أي حد بيدين بالفضل الأستاذ الله وفي كل يبارك في كلمة قالها عليك، له الله يعني. يبارك في عليك. ربنا يبارك فيك يا مستر. دايما الطلبة بتبقى حابة تعرف عن المستر بتاعها أيام ما كان طالب زيهم، كان حياته عاملة ازاي أو كان بيفكر ازاي وبيعمل ايه. والله يعني يمكن انا عشان نشأت في اسره فقيره شويه، تمام، وده فضل من عند ربنا ونعمه. بدأت أفكر قوي إن أنا عاوز يعني أحسن من الوضع بتاعي ماديا واجتماعيا والكلام ده. معايا ابن عمي أستاذ في كلية إحصاء اقتصاد وعلوم سياسية. قال لي كلمة زمان قوي، قال لي يعني معلش كده خليني كده إيه نفس الكلمة اللي هو قالها لي. قال لي أبوك وعمك مش هيورثونا حاجة، فيعني ما قدامناش إلا الكتاب. الكتاب ده لا إما يعلينا يا إما نفضل زي ما احنا في الفقر اللي احنا قاعدين فيه. المعلومات اللي في الكتاب دي، هو كان ماسك الكتاب، قال لي المعلومات اللي في الكتاب دي لا، انا مش عاوز المعلومات جوه الكتاب. المعلومات دي لازم تتحرك من الكتاب وتبقى في دماغك، لان هو ده اللي هيعليك الكتاب. وهي فعلا ما بيعليش الانسان الا الكتاب، تمام. العلم اللي هو طبعا العلم توصل لاعلى المراتب العلميه والمكانه الاجتماعيه والفلوس. يعني انت لو بتدور على فلوس، العلم يوصلك للفلوس. بتدور على مكانه اجتماعيه، بالعلم هيوصلك للمكانه الاجتماعيه. أكيد. يمكن انا عشان كنت جاي، انا والدي كان سواق فائت النقل العام، كان مخلف 9 فيهم واحده ما فنياخد شاء الله. بدري، تمام. يعني بقينا 8، 4 ولاد و4 بنات. ال4 بنات كانوا اكبر مني، يعني جاب ال4 بنات الاول وبعد كده جاب ال4 ولاد. كنت بحفظ القرآن. يمكن في مشكلة أنا بقولها دايما للناس، من ساعة ما طلعت كيجيهات والدنيا اتقل خيرها، تمام. ليه؟ بتبقى الأم فرحانة إن ابنها جاي يقول بي بوك بالظبط. إيه أبل، ابتدى مش عارف بالانجلش الحاجات دي. كان زمان بدلها لنفس الفترة دي الكتاب. الكتاب، فهو كان تمام. بيأسس فكنا بنحفظ وبنحفظ قرآن بتشكيلات. أنا معايا يعني وأنا عندي 5 سنين، أنا معايا، أنا بتهيألي خطي وأنا عندي 5 سنين هبقى أوريهولك يا باشمهندس احسن من طالب خريج جامعه. لان انا كنا بنكتب القرآن بالتشكيل، يعني كنا بنحفظ القرآن ونكتبه بالتشكيل. اما دخلت ابتدائي، فاكر انا ان انا بدون قطع كلام حضرتك، بس انا فاكر لسه فاكر دلوقتي شفت امتحان فعلا، امتحان الاولى ابتدائي او تانية ابتدائي قديم في العربي. انا بجد انا فاكر ان احنا تقريبا ممكن امتحاننا بتاع الثانويه العامه ما كانش بالتقل ده يعني. لا كان زمان طبعا في ابتدائي يعني اللي هو، وكان امتحان تقيل قوي قوي قوي. يعني ده ياكد كلام حضرتك في فكره ان الناس كانت بتبقى داخله اصلا جاهزه يعني. طبعا. يعني انا افتكر وانا في اولى ابتدائي، كانت الابله بقى اللي كانت بتدينا اقرا اقرا اقرا، لقيتني عمال اقرا داخل بقرا انا، يعني بتختبرك يعني إيه لا يعني ايه، بتختبر الولاد اللي قاعدين مين بيعرف يقرا بالظبط، تمام. فلقيتني انا عمال اقرا، قلت لها لا انا اقرا من اي حته، وانا كنت لا اقرا بالعين المجرده، ده انا كنت قد كده، تمام. طب راحت جايباني من، طبعا احنا ايام امل وعمر والحظيره والارنب الغضبان والحاجات دي الجميله. فرحت انا ايه، قلت لها لا ده انا اقرا من اخر الكتاب، ده انا بقرا الجورنان كمان. ايه ده؟ فرحت واخداني للمديره، كانت اسمها ابله فاطمه. هي المديره دي الله يعني اقول ايه، ربنا يديها الصحه او الله يرحمها، تمام. في حاجه كده كانت حلويات زمان اسمها فندام،
معرفش انت تعرفه ولا لا يا عارفه باشمهندس. طبعا. الفندام ده الاحمر ألوان والاخضر والى وكده. الان موجود، ده موجود بنجيبه. طبعا. انا بص ما بصدق العيد يجي عشان اجيبه. تمام. فقالت لها ده انا معايا واد في اولى ابتدائي، الواد ده طبعا انا مش باين من المكتب، ده بيقرا. تمام. فرحت انا، قالت لي انت بتقرا؟ قلت له اه بقى اقرا اي حاجه. تمام. قالت لي طب اقرا دي. فانا فاكر ان هي كان قام السيد الرئيس انور السادات بجوله تفقديه ومش عارف ايه، الله يرحمه. فراحت مدياني فندومه، فانا بيني وبينك حلوت في بقي، ما انا ما انا عايز بشوفش اقرا الحاجات دي كتير. بقى. انا عايز اقرا كتير. قلت لها انا اقرا الكلام الصغير ده اللي هو الكلام اللي تحت. العنوان الخبر نفسه بقى. انا قريت الخبر. انا قصدي لا انا اقرا لك الكلام الصغير، ما انا التفاصيل اصلا نفسها. طمعان في ايه؟ طمعان في الفندام. فندام تاني. هي كانت ادتني واحده خضراء وانا بيني وبينك عيني على الاحمر. فرحت انا قاري، فقالت لي ده ايه ده؟ برافو. تمام. قلت لها برافو ايه؟ فين الفندام؟ فين الفندام؟ فراحت هي ضحكه وقالت لي ايه؟ جايه بتديني اخضر. قلت لها لا انا دقته، هاتي الاحمر. وبدات اقول الايه؟ الاذاعه. انت عارف بقى، فاكر كان زمان ميكروفون 32 كيلو، الحديد الكبير ده، حاجه كبيره. تمام. كان فكره الاذاعه نفسها هو دايما اهم ناس في المدرسه هو لا هم زي ما عاوزين يعملوا شو ان انا طفل كده لا قرب العين المجرده. تمام. واقول الاذاعه. وبقيت بقى ايه؟ بحب المدرسه، فرحان بيها. ليه بقى؟ لقيت نفسي. طبعا الانسان لما بيحس بتقديره في حته بيبقى تمام. لقيت نفسي. والاستاذه فاطمه كانت اللي هي المديره، كانت كل ما تشوفني خد يا واد يا صغنن انت، اقول لها اسم محمد، تقول لي يعني خلاص محمد. فكنت بفرح قوي من لمسه البتاع، اما حد يقول لك سقفوا له. تمام. وانا كان قاعد في الديسك، كنت افرح قوي في حاجتين: وقت الامتحانات، تمام، وقت الاملاء. ليه؟ وقت الامتحانات دي كنت اكل كل ما تشتهيه الانفس. ليه؟ مش من البيت، من عندنا احنا ظروفنا وحشه جدا. كانت الظروف الماديه مش قادر اقول لك يا باشمهندس، كانت صعبه جدا. كان ابويا يجيب الله يرحمه ويحسن اليه، كان يجيب مربى اسمها لارينج، ما دي كانت رخيصه جدا وكانت مره. فانا يعني، لكن انا بقى جنبي 2 زمايلي محمود ومحمد. تمام. طبعا في امتحان، تلاقي ده جايب حاجات بقى انا ما بشوفهاش، حاجات استغفر الله العظيم بقى. لا حاسب بقى تفاح وموز وايه، والتاني جايب مربى التين. تمام. وانا كنت ايه بقى هم قاعدين جنبي، وانا في الاجابات انا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني ده كان نعم. الكتاب انا هرجع ليه تاني. طبعا هو ده البدايه. طبعا هو ده السبب البدايه. كنت انا ايه اخد انا بقى ايه محمود الاول، احلله الامتحان، قفشت انا التفاح بقى. تمام. اروح داخل على محمد جايب بقى سندوتشات فينو، يعني فينو دي ايه ومربى التين ومربى لا حاسب. فكنت ايه ببقى فرحان قوي يوم ما ايه الابله بتاعتنا كانت تقول في امتحان، تمام، او في الكلام ده. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى كرمني. تمام. دخلت ثانوي. بس كنا زمان كان متعه. احنا كنا بنعدي على مدرسه النقراش الثانوي واحنا في ابتدائي، وكانت المنطقه دي كلها عباره عن اراضي بور، مش العماير بقى والحاجات مش اللي موجود دلوقتي لا 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 مفيش الا المخابرات. وكانت مدرسه الشهيد عاطف ومدرسه النقراشي والنقراشي. بس انا عاوز اوريك كده الفرق. اما كنا في ابتدائي يبقى مثلنا الاعلى طالب في ثانويه عامه. احنا كنا بنجيب فخ كده زمان عشان نصيد بيه ايه العصافير. تمام. فانا بعد ما اطلع من المدرسه اروح حاطط بقى الفخ، وجايبين دود من ورا المخابرات، كانت زرايب. تمام. فيها اراضي زراعيه كانت فيها بقى ناس قاعده بيجيبوا لبن من عندهم الكلام ده. احنا ما كناش بنشوف الحاجات دي، يعني ما كناش بنجيب الحاجات دي.
تمام. نجيب الدود وبعد كده نظبط كده، تيجي العصفوره تروح اصطاد. قفشت انا عصفوره انا في مره، فشافني ولد في الثانويه عامه قال لي خد يا حبيبي. قلت له نعم. قال لي دي مش ليها اب وليها ام، حرام عليك وانت حبيبي. وراح مديني ايه، حته حلاوه ملفوفه، حلاوه طحنيه. تمام. كانوا بيستلموها تقريبا تغذيه، دي التغذيه اللي هي تبع المدرسه. وراح ايه بيسني في قرتي، وراح مديني حته الحلاوه وقال لي طيرها بقى عشان ابوها وامها والكلام ده. اما بسني في قرتي قلت له معلش حاضر يا عمو بقى. شوف الولد، انا على ما اعتقد ان لو في طالب في ثانويه عامه دلوقتي ولا طفل معاه سندوتش ممكن يثبته. بالظبط. هاخده انا كمان. فكان مخلينا ايه، امتى نكبر ونخش المدرسه دي. بقى مثل فعلا زي ما حضرتك قلت. مثل. ايوه وعمه. وحتى الولاد كانوا زمان، والله انا بقولها لطلبتي، بقول لهم انتوا هنتوا على نفسكم فهنتوا على الناس. لو انا من حقي، انا شاب من حقي اضحك واهزر واجري واتنطط، بس ما بقاش صغير قدام الناس. يعني احنا شباب لا خبط. يعني لما كنا في الجامعه كان معانا واحد زميلنا اسمه رفعت برستيج، ده برضو كان يقول لك لا يا جماعه احنا واحنا في اولى جامعه يقول لك احنا طلبه جامعيين، ازاي نهزر في الشارع، ازاي نضحك في الشارع. كنا نقعد في اي شقه دب بقى، اضرب في بعض، هزر مع بعض. دلوقتي تلاقي الولد بيشتم زميله باقذر الشتايم، بيهزروا وبيشتموا بابوه وامه في الشارع والكلام ده، بس بيقلل من قيمته قدام الناس. بس انت بقيت قليل قدام الناس، اي حد فما خلاص اي حد مش هيحترمك. اي حد معدي يقول لك ايه اللي انت بتعمله ده. ايه مين هيحترمك؟ خلاص. فانت بقيت عيل، انت اللي خليت الناس تشوفك عيل. طالب ثانويه عامه زمان كان اسمه طالب ثانويه عامه، كان ممكن يقعد في قاعده يحل مشاكل، ما يتفرجوا على التلفزيونات ويشوفوا الافلام القديمه، اما كان يقول لك طالب في توجيه، ما توجيه ثانويه عامه باشا. تمام. يقعد ويحل مشاكل وبدله والطربوش والكلام ده. بس احنا كده يعني احنا حبنا اللغه العربيه بادئ من اول الكتاب. فالمدرسه الابتدائي اللي فيها الناس كانت بتقدر بتقدر الموهبه دي او بتقدر ودخلنا ثانوي نفس الفكر. لا طبعا كان معانا ايه، كان معانا اساتذه حضرتك في المدرسه الله يسترهم دنيا واخره. انت عارف الراجل اللي هو بتاع مبيض المحاره ده واللي بيعمل الجبس والكلام ده؟ طبعا زمان حضرتك يمكن ما توعاش، انت توعى على التباشير الطبي. لا بس كان في الجير الحجر ده. الحجر ده فاكره. طبعا الجير في المدارس. ايوه. تمام. تلاقي المدرس طالع هدومه كلها جير بالظبط، وكان شعره كله جير. كان في حاجه بتتلبس كده عشان لما يجي يسند على الصابون. ايوه. فكانوا بينتعوا بالنسبه لنا هم المثل، هم اللي حببونا في مهنه التدريس. تمام. يعني انا كنت كان فيها حاجه غريبه كده، لو انا جزئيه مش فاهمها مش عارف افهمها. تمام. والمدرس يسال فيها ارفع ايدي، انا مش عارف الحل اصلا، بس ارفع ايدي ليه؟ عشان اقعد مش احرق دمه يعني، انا اسف، ولكن عشان يتضايق ويقول لي قول. فانا طبعا هقولها غلط، يقول لي غلط، طب ما انا عارف ان هي غلط طبعا لان انا مش فاهم اصلا. تمام. فيقول لي غلط، اقول له امال الصح بتاعها ايه؟ كنا نتمنى نقول على الاستاذ يا بيه زمان، يعني نقول له يا بيه مش نقول له يا مستر والكلام ده. امال الصح بتاعها ايه يا بيه؟ يقول لي لا، ما هي المفروض ان لو جت كده المفروض نعمل كده، ولو جت كده المفروض نعمل كده. بقيت خلاص الكلام بقى انا وهو فيس تو فيس، فبيشرحها لي لوحدي. ده يمكن ده العكس دلوقتي. اللي عارف دلوقتي ما بيقولش. لا ما بيقولش. مش عايز يدخل ده ما بيقولش معاك. يعني لما تيجي تقول له قولوا معايا. ده انا ساعات اقول لهم يا جماعه طب اجيب ناس من الشارع تتكلم معايا. انت كنت بتلاحظ زمان ان انا كنت اردد كده وتردد معايا ونسمع، وكانت القاعه تبقى مولعه زمان. بالظبط. تمام. دلوقتي تلاقي العيل باصص لك كانه بيشبع منك، كانك هتموت. اقول لهم يا جماعه انتوا بتشبعوا مني يا جماعه، اتكلموا. طول ما انت بتتكلم هتلاقي الدنيا بتفهم. تمام. خلاص دماغك شغاله.
لكن معلومة كله بقى بتعدي عليك، فبالتالي لما تسمعها مرة تانية تثبت طبعا. وهكذا. فهو قبل كده يعني زمان كان حضرتك بتعملها عشان اللي هو انا اصلا عايز اخش في الحوار فتناقش فتبقى شرحت اجمل لي المعلومة. اجمل حاجه للتعلم الحوار، مم. دي اجمل حاجه للتعلم. وما انت تتكلم معايا وانا اتكلم معاك ونتناقش في الجزئيه. ده انا ساعات انا زي ما يمكن انت شفتني كده كنت انا بقعد ايه اسال نفسي واجاوب على نفسي واقول لو انا بالظبط عملتها كده طب اجيبها كده ازاي، طب اوديها كده ازاي، طب دي بالظبط. نحلها ازاي، طب انا لو حليت كده طب غلط ليه، عشان كذا. بنحاول نقول ايه، ان انت لو غلطت هتغلط في دي، هتقول كذا عليه، هتقول حال، لا اتاكد هي ليه مش حال، طب ما يمكن مفعول بيه، طب مم. المفعول بيه ازاي، طب الفعل ازاي. تبقى حاطط سيناريوهات انا بعرف اروح فيها واجي. ايوه متعه. ليه؟ لان اجمل حاجه ان شغلتك تبقى هوايتك. انا طبعا. هوايتي تدريس ومن صغري. يعني انا كنت مثلا في ابتدائي في اعدادي زمايلي واحنا بنذاكر انا اشرح لهم، دي كانت متعه في حد ذاتها، بحس ان انا ايه، لا اكبر منهم. بالظبط ناخد خطوة اكتر. بس فدي كانت متعه. فانا متعتي وقفتي قدام الطلبه. كله لاحظ ان انا اتاخرت قوي، ان انا ما كنتش بعمل بسجل محاضرات. يا مم. جماعه متعتي ان انا ما اقفش قدام اقف قدام كاميرا. طالب بالظبط. انا متعتي انا بنزل للبيت للمتعه، انا لا هاكل لقمه فوق اللقمه ولا هلبس بدله فوق البدله. تمام. هي محصلتها مليون، 10 مليون، 100 مليون، مليارات في الاخر هيتحفر لنا وهننزل وهنسيب الحاجه دي فوق. ولكن حلاوتها عندنا اما تحب شغلتك، اي شغلانه حبيتها هتديك. طبعا. تمام. انا بنزل وانا متمتع، فاهم. بس في حاجه يمكن احنا بقولها للعيال، بقول لهم لا احنا شغلتنا دنيا واخره. احنا طبعا شغلتنا مش دنيا ربنا دنيا اتكلم اخد على فيها العلم. فلوس واخره علم ينتفع به. طبعا. معلش يعني انا قدامي طلبه طلعت مدرسين، هم نفسهم انا بيوصلوا نازل علم. مستحضر النيه ان علم ينتفع به، وانا نازل ده رزقي. جالي طلبه كتيره، جالي طلبه قليله، ده رزق ربنا وفضل من عنده. تمام. وانا راضي بيه. لكن طلع لك مدرس طالب من طلبتك، وانا عندي طلبت كتير جدا مدرسين واسماء بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الواحد ايه بيبقى فرحان. تمام بيهم. طب ما هيدرس، كل كلمه هيقولها ناخد بيها حسنات، طبعا انت كنت وهيطلع من تحت ايده مدرسين. بالظبط. تمام. وحسنات، ويطلع من تحت ايده علماء يقدروا يخدموا البشريه، اخد منها حسنات، فكله هيستفيد. طبعا. فاحنا شغلانه، احنا امتع شغلانه ربنا سبحانه وتعالى خلقها. احنا بنتعب، بنتعب، بس متعتنا يوم ما بلاقي مثلا اشوف الباشمهندس محمد ماشي يسلم عليا ويقول لي انا شغال مهندس في الحته الفلانيه، او شغال محاسب في البنك الفلاني، او شغال ضابط في كذا، او شغال مش عارف فين، ببقى انا عاوز امشي في الشارع اقول لهم يا جماعه ده ابني، ده بتاعي، دي الثمره بتاعتي. ده بتاعي، وابقى فرحان قوي قوي. يمكن انا من قيمه حوالي اسبوع وانا ماشي كده في السكه، الحاجه قالت لي هات حقن. طب يا جماعه اي صيدليه كده، رحت معدي على صيدليه، 4 دكاتره، 4 دكاتره، هم يمكن يشوفوا الكلام ده. اما دخلت لقيت ال4 هجوم عليا. طبعا معلش انا بشوف كتير، العقاد وبص ولازم تشرب حاجه ولازم مش عارف ايه، وراح واحد مطلع لي 5 جنيه مكتوب عليها مكتوب عليها انا كاتب له الدكتور محمد احمد، بص لاحمد انه خلف محمد. قال لي بس شايف دي، اقسم بالله يعني هقول لك فرحتي ومتعتي، سيبك انت بقى من اي متعه تانية بقى، طبعا دي متعه في حد ذاتها ما حدش عارف قيمتها. هم فاكرين ايه، كل واحد داخل ان انا هشتغل هاخد الفلوس، ايه فلوس ايه، حضرتك زي ما قلت محصله في الاخر واحده، بس خلاص مش انت هتاخد اكتر من سايبهم، حاجه. انت سايبهم. الحمد لله طول ما في رضا من عند ربنا فخلاص دي ده موضوع. اكيد. وزي ما حضرتك قلت من شويه، انت مش بس بقى كمان الطالب بتاعك طلع مدرس وعلم ناس، لا ده طلع دكتور وهيعالج ناس كمان بس بقى. شوف بص كملنا الموضوع في كل الاتجاهات، ومهندس بسم الله ما شاء الله زي بالظبط. حضرتك ربنا يبارك. تمام. فيعني دي في حد ذاتها اكيد حاجه نعمه جميله كبير. جدا. مرحله الكليه بقى، احنا دخلنا كليه ايه والكليه نفسها يعني اللغه العربيه
ليها اكتر من كليه يعني ممكن. لا انا دخلت اداب عين شمس. حلو. اداب عين شمس فيها علماء لغه، علماء. دكتوره الله يرحمها ويحسن اليها ثناء انس الوجود، عرفت انها توفت. دكتور محمد الطاووسي، الدكتور محمد هنداوي، لا قامات اتعلمنا منها. لا كنا بننزل، كنا بنشوف مكتبه، كنا ايه. ليه بقى كنت انا مثلا اقول لي ايه، هو الدكتور مش هيديك التقدير. يعني الدكتور مش هيديك التقدير لو كتبت له كتابه. يعني لو فتحت كتابه كده وكتبت له اجابه نصيه من كتابه مش هيديك تقدير. الامتياز يعني مش هيديك بقى جيد جدا والامتياز. لازم تجيب له مرجع من المرجع تحط له في الاجابه وتقول له ده مرجع اسمه كذا للدكتور كذا او للاستاذ كذا. يعني مثلا ايه، ماده مثلا الشعر الجاهلي، لا انا هديله الاجابه اللي بتاعته. يعني كانت الدكتوره ثناء الله يرحمها ويحسن اليها، ثناء هي بالث، تمام، كانت تقول لنا لا انزل شوف. فانا كنت اعمل ايه بقى، اكتب الاجابه واروح جايب سطرين 3 كده من كتاب مثلا الشعر الجاهلي او الادب الجاهلي مثلا لطه حسين، اللي هو ما يثبت ان انا نزلت وشفت. نزلت مكتبه وقريت. بالظبط. تمام. اما خلصت اداب ما فيهاش تكليف اداب، مش زي تربيه او مش زي الحاجات فاشتغلت في مدارس خاصه مرتباتها كانت يعني شبه معدومه. بس كمرحله تجربه كانها التكليف يعتبر البدايه. بس ما فين، ما انت شاب عاوز تبني نفسك والظروف وحشه، تمام. رحت داخل تجاره. ده بعد ما خلصت اخدت اداب رحت على طول داخل تجاره. دخلت تجاره القاهره، قالوا اسهل من عين شمس. كل ده انا عاوز احسن، انا الكتاب هو اللي هيجيب لي فلوس بالظبط. فانا معلش انا دلوقتي بفكر في ايه، بفكر في الفلوس، ان انا ازود العلم عشان اوصل لمرحله ايوه انا في كلمه سمعتها وانا صغير ان الكتاب هو اللي هيجيب لي فلوس. بالظبط. تمام. دخلت تجاره، طلعت الرابع على الدفعه ما شاء الله، والدنيا مش متظبطه، رحت داخل حقوق. بجد؟ والله. تمام. ده الناس دلوقتي بتفيص من كليه واحده. تمام. ما هي دي متعه، ما هي شهاداتي معايا. بالظبط. تمام. ما انا من حق ابني لو حتى انا انه يفتخر بيا طبعا، ان انا لما اقول له لا انا كنت كذا وكنت كذا. يعني معايا ولادي، تمام. انت معاك ولاد؟ الحمد لله، ربنا يخليهم معاك وزين. اللهم صل على النبي. يعني معاك بنت؟ انا معايا 3 ولاد. كان نفسي ببنت، ولا ما خلفش بنات ما خلفش. هي الاولى. بس انا عندي طلبتي بناتي كتير قوي، وهم ال3 ولاد هيجيبوا لي 3 بنات يعني ان شاء الله باذن الله، ولادي برضه. فاما اجيب لهم الجورنان وصورتي فيه وتفضلوا، يعني انا مش بقول انا من اوائل اونط. خلصت تجاره، الدنيا ملطشه، ايه القرف اللي انا فيه ده. رحت داخل حقوق عين شمس، تعبت في المذاكره، وانا منها اما انا بحب اذاكر. وكانت الحاجه الله يمسيها بالخير مراتي، وانا كنت متجوز، يعني اتجوزت وباخد الكليات دي وشغال اكيد. طبعا طبعا. بص يا باشا، كنت مطحون واجي اقعد اذاكر. كانت اما تيجي وكنا فقراء يعني، تمام. كانت تيجي تقول لي ايه، اقول لها الماده دي اسكتي، ده انا كاره نفسي، انا هشيل الماده دي. تروح بصلي كده من تحت كده وتقول لي والله امتياز، تطلع من الاوائل. والله انت هتجيب امتياز، انت بتغزي العين وانت فاكر ان انا هحسدك، والله هتجيب امتياز. كذا ماده تقول لي عليها وفي الاخر بتجيب فيها امتياز، وانا ايه بفرق مدياك دفعه لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى كرم بامتحانات ثانويه عامه. جيت في مره الام باشمهندس محمد، الام الله يرحمها ويحسن اليها، انا لسه مدرس ثانوي صغير، وكان في اساتذتي اتعلمنا منهم عظماء الدنيا، سمير السعداني، الاستاذ متولي القاضي، الاستاذ الششتاوي، الحاج محمود السنتريسي، اساتذه تقيله يعني تقول اسمها تنور. وانا لسه بقول يا هادي كده بحبو،
فقلت لها ياما طبعا انت عارف التوقعات النظام القديم. توقعات الاسئله ها كان بتنزل في الجورنال برضه ساعتها ولا كانت للطلبه على طول؟ لا توقعات توقعاتك المدرسين. للطلبه على طول. فقلت لامي، امي ما تعرفش تقرا وتكتب. مم. امي كانت تدعي لي الدعوه حاسب، وانت فاكر ايه؟ مفتوح ليها وانا مجال مثلا الدنيا انا احسن مدرس، ده زمايلي افضل مني مليون مره. تمام، ده علماء احنا بنتعلم منه. فقلت لها يا اما النصين دول، كان نص اسمه الصيران ونص اسمه نظره. قلت لها النصين دول يا اما في واحد جاي منهم في الامتحان، انا واحد. راحت مشاوره لي على نظره. نظره ايه يا اما؟ قلت لها ده يا اما؟ قالت لي اه. لا اله الا الله يا اما، مصر كلها متوقعه الصغيران، والتلفزيون عمال يقول ايام البرامج التعليميه الصغيران، والجمهوريه منزله الصغيران، وام لا اله الا الله منزله الصغيران، وانا ايه ده انا طب انا الوحيد اللي اقول نظره ليه؟ بتاع مين يعني؟ قلت لها يا اما انت متاكده؟ تقول لي يا واد اتكل على الله انا ادعيها لك. وانا كنت بر بوالدتي قوي يعني. لا لوحدها اصلا، دي لوحدها انجاز. طبعا. اللي بيعمله ربنا يكرمه في كل حاجه. طبعا. قلت لها يعني اتكل على الله؟ قالت لا. كان معايا صديقي ربنا يمسيه بالخير، استاذ ياسر الدسوقي، فقال لي خد بقى يا محمد، قاعدين كده والله، فبيقول لي انت شايف ايه اللي جاي؟ قلت له امي قالت لي نظره. قال لي امك ايه اللي تقول لك نظره؟ يا ابني ده انت لسه بتقول يا هادي يا باشا، ده فلان قايل وفلان دول اساتذه علماء، فاهم يعني ايه؟ وخبره. انا لسه تراب، انا مسواش التراب اللي هم بيمشوا عليه، ده انا بقول يا هادي. قلت له انا هقول نظره. قال لي طب ما تقولش، يمسك العصايه من النص يعني. قال لي ما تقولش، انت هتودي نفسك في داهيه، الصغيران جاي يا ابني. قلت له ربنا يقدم ما في الخير. ورحت عامل ملزمه ليله الامتحان، تمام، والنظر، وقلت لهم يا جماعه مصر بتقول الصغيران، مصر كلها فعلا. مصر بتقول الصغيران، ذاكروا الصغيران، ثانويه عامه مش محتاجه. مش هتخش على ولكن توقع انا بس. شايف انه ممكن يلعب على نظره، ولو لعب على نظره السنه دي هيجيب 1 2 3 4، انا مجهز 4 اسئله، تمام، وهيجيب المساء، واسئله المساء دوسوا في دي ودوسوا في دي ودوسوا في دي ودوسوا في دي. انا عمري ما انسى الامتحان. وقطعه البلاغه هيسال في كذا، ورحت حاطط قطعه بلاغه كم ذا يكابد عاشقا ويلاقي، تقريبا حاجه زي كده. لو عاوز اقول لك ان انا لو كان معايا طلبه كتيره وكنت مشهور في الوقت ده، والله كنت اتمسكت، ان انا مسرب امتحان ثانويه عامه. ده جت بالنص؟ من النص ده بمعاني الكلمات. ما شاء الله. دي بمعاني الكلمات، اما انا والمصحف الشريف. انت عارف انا اللي بمتحن، انا مستني الامتحان. اقسم بالله يا باشمهندس محمد انا قعدت اعيط اما شفت الامتحان، تمام، قطعه بلاغه تجي لي هي تمام، بالقطعه القطعه بتاعت النصوص، القطعه اللي انا حاطط القطعه باسئلتها كامله. ايه ده فضل من عند ربنا ونعمه، ده دعاء اب وام بس. وهي دي بقى ايه، راحت ضربت بقى، هي دي نقطه التحول. هي دي نقطه التحول. كان ساعتها حضرتك يعني ابتديت الدروس والدنيا تمام، بس لسه حد صغير. لا لسه صغير. لا ما انا بقول لك انا كنت غير مصنف. حبيبي، ما يبقى قدامك كل العلماء والقامات دي كلها اللي احنا بالنسبه لهم قد كده، ولسه ببتدي، او انا لسه بقول يا هادي وهم بيقولوا حاجه، وانت تمام، عكسه، بدون ذكر اسماء. في مدرس منهم
وقف في قاعه قال على طلاق الصغيرات، ما فيهاش كلام. وبيني وبينك بحسبه الامتحانات بتاعتنا، لا عنده حق. الصغيرات بحسبه الامتحانات. هي بتبقى بتتحسب اللي هي عدد سنين جت وعدد سنين ما جاتش بص وكده. يعني ايه؟ يعني انا اقول ان السنه اللي قبلها كان نظره، فمش هيكرر النظره مرتين يعني ورا بعض. يكرر النظره، يعني ايه؟ ما تجيش يعني. ممكن يكرر الصغيرات عشان اتقل او في شغل مم. مقال، يعتبر مقال وقصه قصيره، مم. تمام. فيبقى زي ما تقول 2 في 1، شامبو وبلسم، تمام. مم. ولكن لا انا حتى في الدبلومه اقسم بالله انا دخلت، لان ابن عمي قال لي طب انت ماشي راسي، انت ماشي افقي، طب ما تطلع راسي. حضر بقى دبلومه حضر بقى. ماجستير وكده. فجيت في الدبلومه الدكتور، انا بشغال اصلا خلاص بقى والبلي هتلعب، مم. تمام. فالدكتور كان طالب بحث، تمام. انا من الدكتور من ايام الجامعه انا اعرف ان هو كان بيجيب سؤالين، تمام، سؤال واجب عن احد السؤالين ويكتبهم بخط ايده الصبح الساعه 7 الصبح، هو كان يقول لنا كده. فانا اتصلت بيا واحد، ما كانش عندنا تليفون، فاتصلت بيا واحده زميلتي كانت في جوزها استاذ في كليه ألسن، بتعمل برضو دراسات عليا، فقالت لي خد بالك الدكتور طالب بحث. قلت لها كده كده الدكتور طالب البحث عشان احنا نشتري الكتاب، لان بيبقى فيه شيت زي ما انت عارف. مم. وعلى ما اعتقد ان الدكتور مش هيقرا البحث، فانا هتصرف. انا اشتريت الكتاب، رحت بقى لعم محمد، كان الله يرحمه ويحسن اليه، اللي هو الفراش اللي هو بيعمل الشاوي، حبيبي يعني، وانا كنت احب القعده معاه كده، وهو كان ايه دمه خفيف وفيلسوف. فرحت مديله ال5 جنيه، وراح عمل لي كوبايه الشاي. قلت له ايه الموضوع البحث ده؟ قال لي يا باشا ما انت اشتريت كتاب. قلت له ايه اشتريت الكتاب اهو. قال لي يبقى انت قدمت البحث، وراح كتب اسمه. مم. فطبعا احنا متعودين زي ما انت عارف كده في الجامعه، انت داخل بايه؟ مم. يعني انت مذاكر ايه؟ مم. هو كتابين، الكتاب كان فيه المكتبات وحاجه تانية، انا ما اعرفش الحاجه التانية والله، الكتاب عندي مش عاوز افتح الحاجه التانية، انا واخد النص. فانا داخل بايه؟ بالمكتبات. هو هيجيب، هو الكتاب جزئين، فهو طبيعي يجيب هيجيب سؤال هنا المكتبات وسؤال هنا. مم. فانا اروح ادب في المكتبات. فرحت انا ايه بقى، قابلوني تحت زمايلي، اخيرا جيت يعني، وانا طبعا ما بحضرش. ما بحضرش خالص الشغل وكده. انت داخل بايه؟ قلت له داخل بالمكتبات. هو هيجيب المكتبات، قداموش انه يجيبها، انا بقى يعني. فدخلت. السؤال الاولاني ابيض يا ورد. السؤال الثاني اكتب ملخصا للبحث الذي، والله العظيم ما انساه، اكتب ملخصا للبحث الذي قمت باعداده عن شخصيه اثرت في التاريخ العربي الاسلامي. هو في بحث وتم ملخصا إعداده؟ انا حمدت ربنا انه ما ذكرش الاسم. فرحت انا كاتب في عمر بن الخطاب بقى، انا كنت بجهز عمر، انا مم. بجهزه الماجستير، انا بعشق عمر، تمام. ورحت كاتب بحث انا بقى، قعدت الساعتين، كان ناقص اقول لهم هاتوا ورقتين وابيات شعر والايات اللي نزل بها سيدنا عمر ويا رافع الرايه الشورى عملت بحث. بس هو اصلا ما فيش لا ما كانش بحث طالب عمر بن الخطاب لا. اصلا. فنزلت، لا واخد ساعتين ما انا بكتب. اللي هو في اتمتعت اجتهاد وانا في الموضوع. ساعات لما تيجي تكتب انت بتتمتع. طبعا. انا مجهز عمر، انا عندي كتب عن عمر، تمام. نزلت لقيتهم موافق. انت ما روحتش؟ قلت له مروح ليه؟ قال لهم امال ايه اللي قعدك؟ ده ما جابش المكتبات. قلت لهم بس انا كتبت في البحث. فصاحبتي دي قالت لي، هي عارف هي اصلا من جاردن سيتي اللي احنا بنسمع عنها، هي من جاردن سيتي اصلا. بالظبط. يعني ايه؟ من الشياكة الناس اللي ولا- هم يعني ايه الاتيكيت قوي، والناس المحترمه قوي. فقالت لي كتبت في ايه؟ قلت لها كتبت في عمر. راحت لي عمر، راحت ايه قايله لي كده، قالت لي يا عمر. أيوه. قلت لها وده ايه ده، انت بترتاحي زي الناس اللي زينا البيئه؟ قالت لي عمر مين ده؟ طالب الخليفه المأمون. يخرب بيتك، خليفه مأمون. فرحت انا قعدت، اصلا ما تعبتش فما زعلتش، خلاص ما فرقتش، سنه هتقعد وخلاص، واحنا كنا واخدين الدبلومه سنه. المهم روحت لامي،
امي قاعده الله يرحمها حسن اليها فوق السطح بتربي الله الفراخ، يرحمه. كان عندها كام فرخه كده وتربيهم. قالت لي يا واد معاك فلوس؟ قلت لها معايا فلوس. اه معايا فلوس. قالت لي طب هات 20 جنيه. قلت لها معايا 30 جنيه. قالت لي بس هات 20. قلت لها لا مفيش 20، تاخدي 10 وانا 20. قالت لي لا هات ال 20. انت عملت ايه في الامتحان؟ قلت لها سقطت. قالت لي انا ابني ما سقطش. ابني والله ما يسقط. قلت لها طيب. قالت لي بس هات ال 20. قلت لها يا اما طب خدي 15 وانا قالت لي هات ال 20. هات ال 20 وهدعي لك والمصحف تطلع من الاوائل. قلت لها اوائل ايه يا اما؟ والله ساقط حتى لو دعيت. انا نفسي متاكد مش مستني انت بتتكلمي الدكتور. في ايه يعني؟ وانا مش مدرس يعني، انا طالب سؤال وطالب بيكتب لي في اجابه تانية، هديله ايه؟ هديله صفر. اديتها ال 20. رفعت انت عارف الستات الصعايده، راحت رافعه الايه الطرحه كده. قالت له من الاوائل. قلت لها نزلي ايدك. من الاوائل؟ انت بتهرجي، نزلي ايدك. انا كمدرس ما ينفعش قلت لها انا عادي، انا بقى خلاص بقى. قلت لها اذا اردت ان تطاع فامر بما هو مستطاع. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. بس هي ايه بتدعي لمين؟ للمستطاع. ده ما فيش حاجه انا قلت انه لها مني الكلمه كده، قلت لها لا ما ينفعش، نزلي ايدك. اي دعوه تاني. قالت لي لا والله من الاوائل. خلاص انا بعتها له. والله الاول طب ازاي 9:30. والدكتور ده اقسم بالله قالها كلمه، قال انا ما بديش، لو ابويا بيمتحن ما بديش 7، ما بيديش ال7. دي 9:30. اداني 9:30. هو عجبه اكيد عجبه الموضوع بالظبط. وطلبني. ورحت له قلت له دخلت طبعا استاذ دكتور، موضوع يعني عالم. دخلت لعم محمد قلت له ايه اخبار ده؟ يعني مش عاوز اذكر اسمه طبعا مع انه عالم يعني، بس عشان قلت موضوع انه بينزل كتاب عشان البحث. ف قلت له ايه نظامه ده؟ قال لي صعب. انت عملت حاجه؟ قلت له ما عملتش حاجه. قال لي خش. قال له في طالب عاوز سيادتك. قال له عاوز ايه؟ دخلت له قلت له محمد بتاع عمر بن الخطاب. اهلا يا دكتور. وراح قام بقى من على الكرسي وراح وقف وسلم عليا. يا خراب اسود، انت عارف يعني ايه استاذ في الجامعه يقف من على الكرسي ويقوم يسلم ويطلع بره مكتبه ويسلم عليا واتفضل وازيك وانت تعبت وانت شقيت وانت نزلت. وانا بقى ايه بقى عشت انا بقى في الدور بقى والله العظيم يا باشمهندس. ما هو كل قلت له ما يا دكتور حضرتك شايف ان الخليفه المأمون، طبعا انا بعيش. قلت له انت شايف ان الخليفه المأمون هو اللي اثر؟ انا شايف ان عمر بن الخطاب. نزلت انا المكتبه وجمعت ومن حقي يبقى لي فكري. قال لي بس هو بقى ايه عشان هو لغويا بقى متعته. قال لي بس لقد قامرت يا دكتور. قامرت يعني لعبت ايه بمستقبلك. انا ممكن ما اعملش يعني هديك صفر. عمر بن الخطاب مش هقرا. وممكن هديك صفر واقول لك الكتابه كويسه بس هديك صفر. لا هديك صفر بس حظك ان دي دراسات عليا، ده فكرك. وانا والله يا باش مهندس ساعتها ما كنتش قارئ على الخليفه المأمون نهائي، الا انه عمل مكتبه دار الحكمه. يعني انا لو قال لي الخليفه المأمون والله كنت هسلم الورق بيضه. ولكن الشاهد من الموضوع ان احنا عمالين نقول للولاد بر الوالدين. الله يا جماعه اهاليكم ده دلوقتي بيشوحوا، وواحد يكلم امه يقول لها انت فاهمه حاجه ويعمل لها كده، وابوه ينصحه. ابوه عاوز يشوف احسن واحد في الدنيا، بعد شويه يقول لك ايه اهو قال الكلمتين اللي عنده خلاص الاسطوانه اللي بنسمعها. ايه ده ايه اللي بيحصل ده؟ ده انت لو ده بر الوالدين كنز والله العظيم كنز، ومش حاجه ماديه يعني. لا لا لا, لا كنز مادي كمان والله يا باشمهندس. لا قصدي مش حاجه هو عارف ايه، هو ممكن هو يعني قصه او حكايه زي دي هو مش شايف، هو ايه يقول لك لا مش هتحصل معايا، بس هو مش شايف اللي ورا الحاجات اللي بتحصل معايا. لا ايه ده بر والدين، ده دنيا واخره باشا. انا ربنا اداني كل حاجه بسبب بر الوالدين. اداني ولاد كويسين الحمد لله، اداني زوجه صالحه الله يسترها دنيا واخره، اداني 7 اخوات قمه يعني اخواتي قمم في ايه؟ في احترامهم ليا لان انا الكبير،
وانا تحت رجلهم طبعا. تمام. قمم ان كله بيقدرني وكله بيحترمني وبيحترموا بعض وبيحبوا بعض. الراجل كان غلبان، ربى، والله ربى. تمام. ربى على الحب. تمام. بيحصل مشاكل كده يعني، طبعا. عادي يعني، كلمه طلعت مش عارف ايه. عشان انا صعيدي، حريم خواتي، قمم. ايه ده؟ دعوه الراجل. واحنا امنا ماتت الاول، ابونا مات متاخر، كانوا كله تحت رجله وهو كبير في كله تحت رجله، كله. تمام. بلا استثناء. تمام. كان يقول لهم انت محمد الكبير، وكله اخواتي كبار كبار يا باشا، يا باشا، عندهم احفاد، ويسلموا يبوسوا ايديا. ليه؟ مش انا، لا، امر من الراجل الله يرحمه، امر منه. بوسوا ايد اخوكم، هو اللي بعدي، هو اللي هيسند. هو حته الاهل والوالدين وبرهم، انا ده اللي بتكلم فيه، ان هو مش لازم اعمل يعني، اصل هي دي لو مش نابعه من جوه الواحد احترامه ليهم وحبه ليهم، وان هو ده فعلا هيوصله بثقه من جواه، حبيبي، مش هتحصل. هو الناس كلها دلوقتي بتقول لك اللي هو ايه، انا بحس ان احنا العصر اللي احنا فيه دلوقتي، او الجيل، حتى الجيل بتاعنا والاصغر، بيحسب كل حاجه 1+1=2. لا لا، اللي هو بس يمكن احنا اتعلمنا ان من زمان يعني ان عقوق الوالدين يعني اي ذنب هتعمله انت هتحاسب عليه في الاخر، في الاخر هتحاسب، الا عقوق الوالدين. الدنيا ده دنيا واخره. الله، انا ازاي يا باشمهندس معايا كنز عايش معاه في البيت ومش عايشين لي، وربنا يديهم كل واحد، ربنا يديله طول العمر، بس في الاخر ادعي زي ما تدعي، في الاخر ايه؟ انك ميت وانهم لميتون، خلاص خلصانه. فكلهم، طب احنا كنا نتخيل انا اتخيل ان ابويا وامي يروحوا مني؟ لا، بس ده هل انا اخلد؟ لا. ولكن لما يكون معايا كنز ببيتي وانا مش عارف استغله لدنيا، دنيا واخره. امي كانت تقول لي انت هتشوف خير بعد ما اموت، كنت اقول لها طب يا اما امتى؟ بهزر. انا وامي كنا موضوع تاني خالص. واضح العلاقه كانت مختلفه طبعا. طبعا. واتشتي يعني كانت ايه؟ انا مثلا تقول لي ايه، اقول لها لا، تقول لي اصل انت ابن كذا، اقول لها بتشتمي نفسك، ما بتشتمنيش انا. وفي الاخر اضحك بقى ايه وانفذ. وفي حاجات كده كنت اقول لها مثلا تقول لي اعملها، اقول لها يا اما، واكون انا متضايق، بعملها وانا متضايق، بعملها عشان هي قالت لي اعملها، لكن انا بعملها وانا دمي محروق. اقول لها يا اما انا يعني مواقف كتيره بدون ذكر، اقول لها يا اما انا يعني ادي فلان، يا اما ده بيستغلني، لا اديله، حاضر، بس ونفذ. لا موضوع يعني لو هنتكلم طيب. على معادله للنجاح بالنسبه لك يا مستر، المعادله اعمل اللي عليك وارضي بس باباك ومامتك بس، شكرا. لا كمان، اصل هي المعادلات حلوه يعني انت لو بصيت كده، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. تمام. وما ربك بظلام للعبيد. تمام. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم والرسول والمؤمنون. يعني اعمل وربنا مش هيظلمك، والله ما بس اتعب. انت عاوز كل حاجه بالسهل ازاي يعني؟ لا، ولو ما تعبتش غيرك هيتعب ويبقى حقه. ايوه يا باشا، هو انت فاكر ايه اما الناس تقول لك ايه ده العقاد شايف نفسه قد كده؟ اقسم بالله انا ما بشوف نفسي الا قد كده. انت يمكن تلاحظ انه وطلبتي عارفه وهم يسمعوا الكلام ده ان انا متواصل معاهم. متواصل ازاي؟ ان انا بخلص محاضرتي انا قاعد ويخشوا ويتكلموا معايا ويضحكوا معايا ويسالوني، ويبقى في تواصل بيني وبينه. انا مش هعمل حاجز بيني وبين طلبتي اصلا، مفيش حاجز، انا بتاعهم هم بتوعي. تمام. فرحتهم هم بيا، فرحه زعل العيل لما السنه تخلص ان هم سايب العقاد. تمام. زعل العيل وعياطه وهو سايب العقاد، ده موضوع. ليه؟ لان العقاد مش مدرس دخل شرح وخرج روح،
مش مجرد علاقه لا معلومه لا لا بتوصل وخلاص. انا قاعد كانوا يقول لك الاستاذ العقاد، اقول لهم يا جماعه العقاد لقب، فهو كفايه اللقب، ما تدينيش لقبين، قول لي يا عقاد. تمام، قول لي يا عقودتي. تمام. فانا ده عشق للطلبه. تمام. نفسي ابقى قاعد وانا بشتغل بقول لهم، انا كذا مره اقول انا عاوز ابطل لان تعبت، لان انا بشتغل شايف كل ولادي، لان سمعناها زمان اتقي الله في عيال الناس عشان ربنا يبعت اللي يتقي الله في عيالك. هو دين في الاخر. ايوه طبعا، افعل ما شئت كما تدين تدان. انا ساعات بتنطط يا جماعه ابوس ايديكم، طب يعني بتنطط لو حسيت ان المعلومه مش عاوزه تخش، فحركها، حرك المعلومه بقى، فبحركها من هنا، طب اجيبها بالطريقه دي، طب اجيبها بالطريقه دي. تمام. طب اقعدوا معايا، طب انتوا مش مستنضفيني؟ يعني انا قاعد قبل المحاضره، ممكن في سناتر انا اروح مثلا قبل المحاضره بساعه. تمام. في سناتر اقعد بعد المحاضره، يعني السناتر رايحها بساعه لا بمشي. تمام. خلاص. لكن يا جماعه انتوا ايه، طب ما تخشوا لي تقعدوا معايا، طب قولوا لي دي. ساعات اخش مش عارف بقى اللي هو ايه، اللي بيمشي في السينما بيبسي كولا، قاعه مثلا لسه الطلبه بتيجي، يا جماعه ما حدش عاوز حاجه، طب ما حدش عاوز يفهم حاجه، طب معلومه لله. الحته اللي كنا بنتكلم فيها في الاول لما حضرتك كنت بتقول اصلا اجاوب وانت مش عارف. هو دلوقتي ممكن يبقى عارف، حضرتك بتساله بس هو مش هيقول لك. مش عايز يشوف الحته دي. 100 خط تحت بر الوالدين، 100 خط، 100 خط. هو ده مكسب اصلا في حد ذاته. اكيد. التحول بتاع حته التدريس، وبدانا خلاص يعني كمدرس من بعد موضوع التوقع بتاع الامتحانات بقيت في مكان تاني. ازاي حصل يعني؟ ايه انتشر الموضوع ازاي؟ اتعرف ازاي؟ يمكن انا اما جبت الحاجات دي في الامتحان، لا وضربت معايا، كانت ثانويه عامه السنتين اما كانت تانية وتالتة. دي ضربت معايا. اللي ضربت معايا في التانية كان الاول يقول لك ايه، ما تيجي نكلم فلان. اما كنت اقعد مع زمايلي يقول لك لا اصل ده ما عندوش مواعيد. الله، فلان بقى بتاع العربي بقى اللي هو يعني ايه بقى الاسماء التقيله اللي انا قلتها لك، ما عندوش مواعيد. طب يا جماعه انا عندي مواعيد. طب ده كل واحد يقول لك جدولي مليان، طب انا جدولي فاضي. فضربت معايا كانت ثانويه عامه تانية وتالتة، فضربت معايا الاول سنتين ورا بعض. مش بقول لك هي الدنيا ضربت معايا في تانية. ضربت معايا في تانية بفضل الله. كانت الاسئله زي ما انا حاططها. كان لمني واحد زميلي كان اسمه الاستاذ عبد الكريم بتاع كيمياء في مدرسه النقراشي، يمكن تعرفه. انا كنت القبه اصلا اساسا. فقال لي يخرب بيتك وبيت اهلك، قال لي كده. هو راجل دمه زي الشربات كده. فقال لي الامتحان بالكلمه العيال بيتكلموا عليك، وانا ما كانش عندي طلبه كتيره يعني. يعني المدرسه مثلا فيها 30 40 واحد مثلا انا بديهم، كله ماسك ملازمي وبيتكلم مع بعض. وايه ده العقاد، شوف الاسئله نفس الاسئله بالظبط في الملزمه. وانا كنت بصور الملازم مش بطبعها، بصورها. لا ما عنديش طلبه كتير يعني. فبدات تجي لي طلبه فين؟ في تالتة. فاول ما جات لي طلبه في تالتة، هوب ضربت تالتة بتاعت النظره دي، اكدت يعني اكدت الايه المعلومه بتاعتها. كنت اقول لهم لا ضمي ده موضوع يعني. انا اقول ريان يا فجل، انا واخد واسطه. انا اقول ريان يا فجل هيجي تاني يوم في الامتحان. فبقت سمعه عني، وده فضل الله سبحانه وتعالى، اللي بقوله بيجي تاني يوم ده. فبدات بقى الدنيا تتطور بقى، وبدات بقى ايه، بقت اجيال بقى، عائلات. ده في ثانويه عامه، اخوه لسه في اولى طالع لك ثالثه، اخوه لسه يطلع ثالثه، اخوه في اولى. فبدات كده. بدات الطلبه تجيلك. انت معظم الطلبه اللي معاك دلوقتي، انا ما اشتغلتش يوتيوب يعني، انا مش ترند زي ما بيتقال يعني، لكن كل طلبتي مين؟ لا ده انا متجرب. لا ده انا طلبتي عائلات متجربه. بالظبط. انا اخويا كان عنده
جاب ايه ودخل ايه، وانا اختي كانت عنده، وانا بنت عمي كانت عنده، وانا بنت خالتي كانت عنده. ده اصلا ده التسويق بتاع ما قبل اليوتيوب يعني. اه طبعا. يعني انا كل المدرسين اللي خدت معاهم كان برضه نفس الفكره، ايوه اللي هو ايوه ابن عمي مع ده، مش عارف بنت عمي ايوه مع ايوه ده، وهكذا. ايوه. ولكن اما جينا وقال لك لا، لازم تنزل ارض الواقع، ولازم بقى تشوف والكلام ده، هنروح فين يا هيك؟ انت عارف ان اسامه ابني هو اللي ماسك الشغل اه طبعا. ده، في بيقولوا منصه محترمه وي 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 والكلام ده. طب يلا، اما شفتك بقى هناك، اول مره تقابلنا هناك. اه اقسم بالله فرح، ده انا كنت عاوز ابوس الحيطان. ايه ده؟ فرحتي بقى ان ده ابني اللي عامل بالظبط. الكلام ده. لا، بقيت اروح هناك، حتى يقول لك الولاد اللي شغاله ببقى رايح هناك انا بخش اعمل شاي بنفسي. طب نعمل، لا حاسس انا المكان مكانك. خلاص ده بتاعي، ده بتاع ابني، بالظبط. بتاعي يبقى خلاص، ده بتاع ابني بالظبط. يبقى بتاعي. بالظبط. اروح داخل، اول ما داخل اروح داخل على المطبخ، لو ما لقيتش الواد اللي هو الاسمراني حسن. العسل ده حسن، لان انا ساعات بروح متاخر، بروح داخل، طب نعمل لك وبرضه طلبتي معاك. بالظبط. اه طب لا، انا اعمل بنفسي، خلاص مكاني وبيتي. المعادله احنا كنا بنتكلم شويه معادله النجاح. طيب ده بالنسبه للطالب، بالنسبه لمستر محمد عبده وهو بيبتدي، انت شايف بالنسبه للعصر اللي احنا عايشين فيه حاليا ده، الطلبه نفسها والجيل شايف معادله النجاح ازاي؟ آه بحس الدنيا دلوقتي سريعه قوي، اسرع شويه كمان. يعني حضرتك حكيت تجربه فيها 3 كليات، احنا عندنا اللي بيتخرج من كليه دلوقتي بيعمل فرح يعني ان هو خلص كليه. المعادله نفسها اختلفت. حضرتك قلت اول حاجه قلتها في الحلقه النهارده، العلم هيزيد فبالتالي هغير مستقبلي بيه. حلو. الناس دلوقتي بقت شايفه كده، بص اقول بقت لي شايفه معلش ان حاجه. ممكن الفهلوه تعمل، ممكن ايوه ايوه اي حاجه تعمل. مع احترامي للناس كلها، وربنا سبحانه وتعالى بيسبب الارزاق، ربنا بيسبب، تمام. انا بحترم الناس كلها، مش قصدي ان انا اقل من شأن حد، اكيد. ولكن انا شايف ان في ناس بقت قدوتها انه، وليس تقليل منه عشان ما حدش فهمني غلط، لان انا هتحاسب على الكلام ده يوم القيامه. اكيد. لا، هو هتلاقيه بيعمل حاجه كويسه قوي، فربنا سبحانه وتعالى بعت له موهبته هنا، وحب الناس ليه هنا، ممكن دعوه برضه، اكيد. مش ففي الناس مثلا شايف حمو بيكا ترند وبتاع وانه بيعمل حاجات كده ومعاه فلوس ومعاه عربيات والكلام ده. بس ما هو هي المشكله ان هو برضه ده جزء بحس الناس ما خدتوش بدري. يعني حاجه زي الكتاب مثلا لما كان بيتحكي فيها القصص او القران او القصص بتاعت القران، ما هو اغلب الظلمه اللي في القران معاهم فلوس ومعاهم جاه ومعاهم ايوه سلطه ايوه ومعاهم كل ايوه حاجه. ايوه ايوه, فده مش معيار نجاح أيوة. لا يعني. لا لا يعني لا، ما هي بقى تقاس دلوقتي حضرتك بحاجتين، ان انا عاوز ابقى مشهور ومعايا فلوس، لا وبسرعه. ده حتى في القران يعني هتلاقي، انا مش حد حافظ القران ولا كذا، بس هتلاقي دايما اغلبهم لا يفقهون، اغلبهم لا يعلمون، اغلبهم كذا. يعني هو دايما التوصيف ان الاكتر الغلط او الاكتر اللي في سكه غلط. فمش معنى ان الناس كلها دلوقتي بقت والله بتتشهر بالاغاني او بتتشهر بكذا وبتتشهر بكذا ان ده صح. فده بشوف ان هو لا، يعني حضرتك لما تتكلم معاهم او يعني الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده دلوقتي ممكن يغير مفهوم حد عن الموضوع ده، ممكن يبقى ما تشقلوش اصلا، ما شافوش. ما هو بص، انا دلوقتي فكره الجيل اللي طالع انه ما عندوش طموح علمي. انت عارف عالم واحد ممكن يعمل اختراع قد كده يخلي مصر دولة عظمى؟ فاكر زمان يا باشمهندس اول ما طلع الموبايل؟ طبعا. بيتهيألي انا متأكد ان ناس كتيرة جدا ما تعرفش فنلندا، اكيد بلد مش اسمها دولة فنلندا، مشهورة يعني. بالظبط. يعني مش لا مع... كرة ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده. كان في نوكيا، كان يقول لك لا انا عاوز نوكيا فنلندي. الله، ده كان ايه ده دخل الدولة، اختراع صغير. انت ممكن تعمل اختراع صغير، تمام، تخلي دولتك، مش تخلي نفسك بقى، تخلي دولتك موضوع، تخلي البلد نفسها بتدخلها عملة صعبة بسبب حاجة كده صغيرة انت اخترعتها اكتشفتها. احنا عندنا عقول حلوة قوي، وعندنا طلبة بنشوفها جميلة قوي 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 قوي،
مفيش طموح. وده انا بتكلم فيه عشان كده، عشان انا بشوف ان هو حتى ده جزء من اللي بيقلل طموح بقيه الطلبه. يعني على سبيل المثال ايامنا احنا حتى في ثانويه عامه كان لسه الموجه مش زي دلوقتي قوي. اه بس كان مثلا تلاقي اللي بيحلم انا والله نفسي اطلع عالم او احمد اعمل حاجه او زويل مش عارف ايه، ناس تتريق عليه. ده في ايامنا اللي هو كان لسه الدنيا مش قوي زي دلوقتي. فانا متخيل اللي بيحصل دلوقتي، اللي عنده طموح هو ده الضحكه بتاعت الشله. طبعا ده بيذاكر. بالظبط اللي هو ازاي يعني بتذاكر؟ بالظبط، ده الدحيح وده اللي مش عارف ايه وده اللي بقى. فهو اصلا كتير من الشباب ممكن تكون بتفقد احلامها او بتفقد طموحها بسبب ان انا التنمر بسبب الحاجات انا دي. عايز ابقى مع الناس الحلوه الجميله اللي بتخرج لا، وبتقضيها ما خد بالك، ما هو لو فكر شويه، لا انا مش انا عاوز بخسر ابقى زي نفسي. بقيه الناس. انا بقول لهم لا، مش عيب ان انا اقول ان انا مش هبقى زي بقيه الناس، مش زي الناس اللي ماشيه في الشوارع مطحونه، كان الله في عونها. ممكن تلاقي ما كانش قدامها المعطيات اللي هي تخليهم حاجه، لكن لو اتيحت لهم المعطيات هيبقوا حاجه. ما اتيحتش، طب اتيحت ليك انت، طب شوف نفسك انت بقى، اتعب انت، اوصل انت. انا قريت ان احنا في 94,000 عالم مصري رافعين اسماء الدول بره. بالظبط. اما انا افرح كده، انا يا جماعه مش عاوز اقول ان انا بفتخر ان احمد زويل ومجدي يعقوب يحطوا خطه امريكا 50 سنه قدام. طب يحطوا له خطه مصر 50 سنه قدام. مش عارفه من كتر ما هو مش هيتساب لهم المساحه يعني. هو بيطلع بره ليه؟ هو بيطلع بره جزء من اللي احنا بنتكلم فيه ده. ما هي برضو ده مشكله، لو احنا كلنا بنفكر صح تمام وبندور ان احنا نعلى ونحاول ان احنا نعلى من نفسنا. بس انا لو عليت من نفسي، انا عليت من وطن الصغير اللي هو بيتي، وبدم بيتي علي كوطن الصغير يبقى ده كله هيصب في وطن الكبير. اكيد. بس يمكن احنا اتقالت لنا كلمه يا جماعه وانا في الجيش من ضابط كان كبير في السن، بس زي ما تقول خدها ترقيات يعني. كان نقي، كان ملازم اول بس كبير، اسمه ملازم شرفي باين. قال انت هنا، كنا في سينا، قال انت هنا ما بتدافعش عن مصر، تبقى عن نفسك. انت بتدافع عن بيتك، عن وطنك الصغير. تمام؟ انت مش هتقبل ان اي حد يخش بيتك وينتهك حرمة بيتك. يبقى بالتأكيد مش بدل بتدافع عن وطنك الصغير يبقى بالتأكيد هتدافع عن وطنك الكبير. شوف، طب ما انا الفكر لو انا عليت وطني الصغير يبقى انا عليت وطني الكبير. اكيد. تمام؟ البلد دي عظيمة، البلد دي عظيمة عظيمة، فيها ناس اقسم بالله بنشوف، ولكن الطموح بنشوف عيال يا ابني انت اوائل الجمهورية، يا ابني خد ترتيب. تمام؟ اما حضرت انا حفلة سيادة الوزير رضا حجازي بتاع تكريم اوائل الطلبة، ما عرفش الكلام ده اتنفذ ولا ما اتنفذش. قال لك احنا هو بنفسه، تمام، سيادة الوزير قال لي المجموعة دي عاوزين نعمل لها حاجات ان المجموعة دي تبقى نواة. ما هو دول اوائل، يعني دول فكر، يعني دول هيفتحوا، يعني دول افاقهم عالية، ونبدأ بقى نثقفهم ونبدأ ندربهم على حاجات وان هم يكتشفوا حاجات، يخترعوا حاجات، يروحوا هنا ويروحوا هنا وهم سافروا. تمام؟ ما احنا نفسنا يا ريت يبقى في حاجه زي كده ويبقى مشروع قومي يعني. بس يعني احنا في الكوره، انا محمد صلاح خرج من مشروع زي مشروع بيبسي وبطولات المدارس اللي كانت بتتعمل وهكذا، واول ما نكتشفوا يعني. حلو. طب يبقى مشروع محمد قومي. صلاح، معلش، هل محمد صلاح وهل ما فيش احرف من محمد صلاح في مصر؟ 100% فيه. انا اعرف محمد صلاح على فكره في الشخصي اللي هو 100% فيه. فرقته نفسها كان فيها ناس احرف منه. حلو قوي. هو عمل ايه؟ هو التزم، اشتغل واجتهد وطور نفسه. هو التزم واتدرب وما بقاش ليه في حاجات كان في اشطر منه بدون ذكر اسماء. طب يعني في لاعب لعب في الاهلي ولعب في الزمالك. تمام؟ موضوع انا كنت شايفه احرف واحد في الدنيا، مدافع.
بس انت رحت اتجهت بقى ايه، ضيعت نفسك في ضيعت اتجاه نفسك. تاني، في اتجاه تاني. هو لا، هو بينام بميعاد وبياكل بميعاد وبيشرب بميعاد وملوش في اي حاجات تانية. طبعا سيادتك فاهمني. طبعا. داس على نفسه بقى محمد صلاح. لكن لا، في مصر كتير. وده جزء من اللي كنا بنتكلم فيه من شويه. الناس لما بتخرج بره بتكتشف ان هو لا، بره مش اجمد مننا ولا لا حاجه، لا ولا لا هم في حته تانية ولا حاجه. لا بس طبعا. كل فكره ان بره انا في شغل فانا مركز في الشغل، انا في شاب في بس. كذا فانا مركز في كذا. ما ودي معلومه برضه، او يعني دي مقوله بتتقال: بياخدوا الضعيف ينجحوه والناجح ينجحوه اكتر. ايوه صح. عكس ما شويه زي ما كنا بنتكلم، انا هنا ممكن الناجح نتريق عليه لحد ما يفشل. عشان كده احنا بنقول للطلبه، اما هتلاقي حد كده يقول لك لا انا ابقى احسن منك، بص يا دكتور، بص يا باشمهندس، مثالين عشان بس ايه الناس تعرف كده. مش عارف بقى اذكر اسماء ولا ما اذكرش، مش هذكر. ولدين قاعدين صحاب كانوا معايا في اولى ثانوي، كنت انا ايام ما كنت شغال اولى ثانوي، طلعوا تانية ثانوي. تانية ثانوي دي كان ثانويه عامه. واحد فقير جدا جدا، والتاني تقريبا عيشته مرتاح. كان زمان بقى لو انت هتفتكر يا باشمهندس، كان في حاجه اسمها جل احمر وجل اخضر كده وبناطيل ساقطه وحكايه كده. واحد ما بيحلقش شعره، وهو ظروفه الماديه وحشه، والتاني بسم الله ما شاء الله، بناطيل بقى وجلهات بقى ونضارات وحكايات وروايات. وكان تملي ابو جل ده يقول للتاني نفسي اشوفك اقول لك نعيما. والتاني ماسك، بص عارف العيال بتوع زمان اللي كنا كتاب في ايديه كده بتاع الوزاره، مش اي كتاب، ويدقق ويمقق ويسال وحكايه، ويقعد معايا نص ساعه بعد المحاضره. دكتور في كليه القصر العيني، استاذ دكتور، استاذ في كليه القصر العيني. والتاني كنت اخر مره شايفه بعد الجامعه دليفري في محل كشري. الله، انت بتحضر مع كل المدرسين، هل طب وهو كان دليفري كان وحش؟ لا يعني ما مش ليس تقليلا منه، لا بس لا. انا اشتغلت بتاع شاي، واشتغلت في عماير ميلسا اللي جنب اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هي قدام سيتي ستارز، العماير الكومباوند ده، كنت انا بطلع رمل واسمنت والكلام ده، كنت باخد 7 جنيه في اليوم. موضوع الشغل في حد ذاته مش عيب، احنا لا بنتكلم في الفرص. ما بتكلمش، لا ما بنتكلم في الفرص. حلال انت. لا كان شاطر والله، كان شاطر، بس هل انت بذلت مجهود؟ يعني ما هو بص، في طالب يقابلك غبي نسيبه كده، هو دماغه على قد كده، هتلاقيه دماغه في حاجه تانية، في حته تانية. ممكن يبتكر في حاجه تانية خالص، ممكن يبتكر في صنعه، ممكن يبقى تاجر، ممكن يبقى صنايعي شاطر، ممكن لكن مش هيبقى عالم بالزبط. لكن هيطور نفسه في حاجه تانية، مش غباء عام. لكن ما تلاقي طالب ذكي ذكاء علمي، يعني شاطر، يعني تقدر تعمل منه حاجه ويجيب مجموع ويخش كليه كويسه والكلام ده، لا، ده ساب نفسه لملذاته وجلجله شعره والكلام ده، وده اشتغل. لما يشوفه هيقول له اقول لك نعيما، وهو راكب عربيه دلوقتي بسم الله ما شاء الله وبدل وكرافتات وحكايات، هيقول له دكتور بالظبط. خلاص هو التاني غير مصيره، او غير الواقع، وهغير ايه؟ غير العيله كلها، يعني اعلى من شأن العيله. اكيد. نظام قديم ونظام جديد، حضرتك عاصرت الاثنين وشفت طلبه هنا وشفت طلبه هنا، ايه الفروقات او ايه اللي حصل في انا رايي الشخصي ان النظام الجديد لا، مش كل المواد كمان، يعني انا بحس كده ان يمشي مع مواد شويه، ممكن ما يمشيش مع مواد. هقول لي معليك حاجه، انا كلغه عربيه عندي عصر جاهلي وعصر صدر اسلام وعصر اموي وعصر عباسي واندلسي والكلام ده، وعندي موضوعات قراءه وعندي نصوص وعندي الكلام ده. العيل كان بيقرا، لو الدرس مش جاي في الامتحان هو ذاكره، بقى عنده معلوماته، بقى عنده القدس ده مدينه عربيه اسلاميه، وعرف اليهود والمزاعم بتاعتهم، قرا بقى عنده ثقافه. اليابان في عيون مصريه كان درس بندرسه زمان قوي، عرف معلومات عن اليابان، عرف كده ذاكرها حافظها، بقى عنده ثقافه.
ايه ده؟ الطالب دلوقتي اما تيجي تقول قطعه قراءه يقول لك ما هي مش جايه في الامتحان. مم. طب المعنى ويؤثر، كلمه يؤثر دي كلمه اقسم بالله انا كنت عارفها وانا في حضانه وانا في الكتاب. ويؤثر يفضل، تمام. تسال، لا ما حدش عنده معاني، مم. ما حدش عارف يقرا. الله، الجيل طالع وحش. يعني في طلبه في ثانويه عامه اخطائها الاملائيه مش طالب في تانية ابتدائي. دي صعبه في حد ذاتها، تمام. بس هي دي اظن دي جايه معاهم من بدري، يعني جايه معاهم من ابتدائي ومن اعدادي ومن كذا، ولا ممكن حاجه زي ثانويه عامه او زي كده بس هي اللي تبقى يعني، هل هي دي اللي تخليه يوصل لدي، ولا دي برضو من بدايات زي ما كنا قلنا كده من اول الكتاب اللي ما بقاش موجود من اول الكذا؟ لا صعبه من اول الكتاب طبعا، ولكن لا معلش ممكن انا طلع لي في اولى معلش في اولى ثانوي، لا انا عندي دروس قراءه. اقرا، اما تقرا كتير هتحصل. هينقذ ما هيبقى عندي 5 دروس ينقذه. قراءه الترم الاولاني، عندي نصوص هقراها بتتقري قدامي، افتح الكتاب حل اكتب. لا ده انا بظلل. لا انا مش من انصار. مريح لينا كمدرسين، لا مريح لينا كمدرسين. انا لما كنت بنتع وبتشوفني زمان بنتع في نص 19 بيت بفصصه بالحرف، لا انا بجيب قطعه 6 ابيات وابدا العب عليها ال6 ابيات، ادربك عليه. لكن ما بلعبش في 19 بيت. مريح لينا لا، بس وحش للطلب. انا مش من انصار النظام الحديث. ممكن ابقى من انصار النظام الحديث في ماده علميه، ده اللي قصدي عليه، ان هو ممكن يكون مناسب اكتر في المواد اللي هي ايوه. انا بص، التطورات في الكيمياء، التطورات في الفيزياء، التطورات، لكن معلش يعني عربي لا، انا العصر الجاهلي ما حصلش فيه يعني نظام حديث يعني. المدارس الادبيه، ده المدارس الادبيه ما حصلش فيها، ما فيش مدرسه جديده ظهرت يعني، تمام. الفلسفه ارسطو وسقراط والكلام ده ناس من سنه الله اعلم. فيبقى انا الادبي مش نظام بقى، لكن العلمي لا، دوس براحتك. ممكن اشتغل عليه بالشكل ده. الحته طيب بتاعت المواد، عدد المواد، يعني احنا زمان كان تانية ثانوي 5 مواد وثالثه ثانوي 5 مواد وشويه متقسمه كيمياء، وانا فاكر كيمياء ورياضه في تانية، انا كنت علم رياضه يعني. ومثلا ثالثه فيزياء او فيزياء ورياضه برضه تاني. فالتقسيمه اظن كانت بتبقى مريحه بس على سنتين، ولا دلوقتي عدد مواد 7 مواد بس في سنه واحده؟ يعني انت عاصرت الطلبه هنا وهنا، ايه اللي يعني مناسب اكتر مع الطلبه؟ لا المناسب اكتر النظام القديم اللي هو سنتين ثانويه عامه. انا مقسم، انا معلش ما ابدعتش في ثانيه، ما ابدعتش. فكنت احول في ثالثه ادبي بالظبط، اخد كليه نظريه وخلاص. لكن ابدعت خلاص، معاك ربنا، يلا ربنا يوفقك بقى في المجال اللي انت ماشي فيه. انا شايف النظام، انا ما اقول عندي 94,000 عالم غير علماء مش مشهورين، بنسمع عنهم كده احنا ونصيبنا. اقول لا، البلد دي فيها وفيها كتير كمان. يعني ما تقوليش 110 مليون يعني، او 105 مليون 500 سنه قريتها وانا شايف على الجهاز مركزي. لا فيها، لا وفيها كتير، وفيها ناس ممكن تخلي مصر فوق الدنيا كلها. ما احنا كنا فوق الدنيا كلها. وفيها زي ما حضرتك بتقول حتى اللي مش عالم بس ممكن اوجهه اخليه تاجر، يبقى ايوه، ما هي بيعلي البلد في ناحيه تانية. أيوة. وصنايعي يبقى بيعلي البلد انا اعرف حد والله في المانيا دلوقتي وهو صنايعي ومش واخد شهاده، بس صنايعي عمل شركه هناك وعمل وبقى في حته تانية خالص. هو ده بقى ان انا يعني ابدعت في الحته بتاعتي بالظبط، جبت اعلى حاجه فيها. ايوه، حضرتك اتكلمت من شويه على حته ان جزء من اللي بيخليك عايز اكمل تدريس اكتر واكتر هي الحب بتاع التدريس نفسه كماده، هوايتي والعلاقه مع الطلبه. حسيتها كده، حسيت ان حضرتك بتحب وجودك وسط طلبتك وتعاملك معاهم. ازاي ده بيأثر على تدريسك؟ يعني هل ده فعلا دافع ان انا لا انا مكمل في التدريس والابعد مدى ممكن،
وازاي بيأثر يعني الطالب نفسه، انا هبذل معاك مجهود اكتر واكتر، انا حابب ابقى موجود معاك. هل العلاقه دي مؤثره في ده؟ طبعا. بص انا يمكن انا قلت لك يا باشمهندس ان لما تكون هوايتك هي شغلتك، لا فخلاص انت كسبت كل لا حاجه. انت كسبت كل حاجه. انت وقفتك متعه. تمام. انت بتشوف لعيب كره القدم بيعمل ايه؟ بيطلع بالهيد ودب اتفتح له 3 4 غرز، حلو، ويخيط له ربط تك تك ونزل تك تاني. وربط له وينزل ويلعب باليد تاني، ولو خرجوه يزعل. طب خايفين عليك. لا لا دي متعتي، انا متعتي وانا في الملعب. واي حد بره الموضوع او ما لعبش كوره او ملوش في الكوره تلاقيه بيقول لك هو ازاي بيعمل كده؟ ايوه يعني ايوه، انا اقول الستات. ايه ده، اقول طب هيطلع باليد ازاي؟ طب بالظبط. لا، ويطلع بالظبط. ويخبطوا ويجيب ببعض اجوان بيها. ويجيب اجوان والدم ايه، وتلاقيه يمسح الدم عشان ايه؟ الحكم يرجع ما بسرعه. يقولوش اخرج بره. دي متعته. انا بلاقي مش بنلاقي ساعات لعيب كده بيخرجوا المدرب وتلاقيه متنرفز ومتعصب وي وي وي. ليه؟ انت قطعت المتعه بتاعتي. بالظبط. انا متعتي وانا مع اولادي، مع طلبتي، متعتي. تمام. بحضر افراح طلبتي اما بتعزم. في مره حضرت فرح من اتصل بيا طالب قال لي والله ما حد هيمضي على القسيمه الا انت يا ابني. قال لي والله. رحت له مشوار، انا بقى هنا مشوار بقى من عندي من الزيتون، رحت له كان المسجد بتاع المشير باين اللي هو طيب محور الشهيد. يخرب بيت المشوار. وانا من النوع ان انا مش بتاع مشاوير يعني. ومضيت له على القسيمه وكنت فرحان ورقصت وغنيت وابني بيتجوز. تمام. اما واحد زميل طالب عندي يقول لي انا عندي مشكله، نفس حكايتي. شريف ابوه وامه مخلفين 3 ولاد وهو اتجوز فخلف بنت، فعامله مشكله في العيله. عامله مشكله في ايه؟ ابوه وامه عاوزين البيت، مش عايزينها تروح عنده اصلا. ومراته عاوزه بنتها. طبعا. فجي قعد معايا قال لي انا عاوزك، انا في مشاكل كتيره والكلام ده. قلت له خير. قال لي الموضوع، قلت له والله لو انا منهم بسيب البيت. مش عارف انصحك. ما تنسقها يا عم، هو ساكن في الشروق. طب وشغله؟ قلت له طيب انت بتاخد ايه؟ قال لي جمعه وسبت اجازه. قلت له خلاص يبقى بيت عندهم جمعه وسبت مؤقتا، وبعد كده مشيها جمعه وروح بالبيت تقعد معاهم اليوم كله. بالظبط. بس وبدا يعمل كده، بقى قاعد جمعه وسبت ويطلع السبت يروح مراته ويروح شغل، فبقت البت قاعده معاهم ايه؟ جمعه وسبت. فبقى خلاص. لا مش يعني ايه، يعني خلص شغله الخميس روح بيته، روح على طول على بيت ابوه، خد البيت بقت بقيتها معاهم جمعه وبقيتها معاهم بقيتها الخميس وبقيتها الجمعه والسبت مشي. وبدا ايه؟ تمشي. اتحلت. ما هو ابنك هو معاه موضوع. وقابلت ابوه حبيبي وصاحبي. قلت له ايه؟ طب ما انت ممكن تعمل البيت. قال له قال لي طب ما دي حفيدتي. قلت له حفيدتك بس بنتها، انت هتحرج. تمام. انا قلت له خد بالك، قلت له تقعد عندك يومين. يعني قعدت. قال لي هو اتكلم معاك؟ قلت له لان هو مش قادر يتكلم معاك، هو لو عليه هيسيب لك البيت. هو حابب. هو لكن انت امها في حاجه اسمها الكلام ده. ف قال لي يعني هيقعدوا معايا خميس وجمعه؟ قلت له قال لي عيب، ده كلام قول فصل انا قايله. تمام. بس وياخد البيت السبت امها. بس كده بس حضرتك فتحت على نفسك هتلاقي الطلبه كلها بتكلمك تحل لهم عادي المشاكل طبعا. دلوقتي. ما اولادي ربنا يبارك في حضرتك. الله يخليك. لو نصيحه بقى ليهم، يعني انا ده ممكن هيبقى اخر سؤال ليه علاقه بالطلبه، بس نصيحه والله للطلبه. لازم يتعب. انا دي شغلتي، انا وظيفتي في البطاقه طالب. الكلمه دي كان والدي بيقولها لي بس كنت بفهمها ساعتها والله. انا وظيفتي في البطاقه طالب، انت وظيفتك في البطاقه باشمهندس. تمام. انا وظيفتي في البطاقه دكتور حصل على الدكتوراه. تمام. لان انا بفضل الله الحمد لله ربنا كرمني. طيب انت وظيفتك طالب يا عم، باشتغل في وظيفتك، انت ما بتعزقش. يعني انت مش ماسك فاس وعمال تدب، لا اتعب. ممكن ما تلاقيش في بدايتها، ما احنا ما لقيناش في بدايتها يا باشا.
ما لقيناش. ونقطه التحول مش لازم تبقى محسوبه، لا زي مش ما حضرتك محسوبه، لا قلت على ايه، حسب ظروفها. جت طبعا حسب جت وحضرتك ظروفها. شغال يعني هي جت بتاعه ربنا، انا شغال، انا بعمل ده عليا رزق. وشغال وجت كده جت وربنا هيبعتها. اكيد لازم هيبقى في نقطه تحول في حياته، بس اتعب. وفي الاخر لازم تعرف ان وما ربك بظلام للعبيد. مش ممكن تتعب وربنا يظلمك، بالظبط. مش ممكن. انا معايا كتابي، معايا قلمي، شغال بذاكر ورقه وقلم، بتعب، وهو اللي مقدر انت هتبقى ايه. واللي فيه الخير هو اللي شايفه ربنا سبحانه وتعالى. انت ممكن تبقى انت شايف الخير في حاجه، ربنا مرتب لك حاجه احسن منها بكتير في ناحيه تانية. انا شايف الخير ان انا اخش طب، لا ممكن تبقى دكتور عادي، طبيب عادي يعني، لكن ربنا شايفك في حته تانية هتقدر تبدع فيها اكتر، توصل. يمكن حته صغيره عاوز اقول لك عليها، يمكن هم بس. انا بقول ان ابن عمي استاذ في كليه اقتصاد وعلوم سياسيه، متفوق طول عمره، دخل هندسه. يعني هو في الاول دخل هندسه، وكانت مشكله انه هو مش قادر، مش لاقي نفسه في هندسه. الله، بس هندسه يعني انت عارف الصعايده، يمكن الصعايده عندهم شرطه وهندسه وطب، ده موضوع تاني. بالظبط. اي حاجه تانية بعد كده. لا اي حاجه تانية، لا اي حاجه تانية، ده مش متعلم. بالظبط. تمام. فقال لا انا هسيب هندسه. طبعا كانت كارثه، حرب يعني. كانت كارثه ومشاكل وخناقات مع عم الله يرحمه ويحسن اليه، وكانت كوارث. طب هتروح فين؟ اروح تجاره. يخرب بيك كده، طبعا تجاره انت بتهرج. فراح لمدرسه استاذه في ثانوي، قال له انا مش لاقي نفسي في هندسه، زي ما تقول عمل كام رسمه كده، والدكتور قطع ايه ده انت ازاي دخلت؟ تمام، اللي هي الحته اللي قافله، قفل خلاص. ازاي دخلت هندسه؟ انت مش بتاع هندسه. وبالصدفه اخت الاستاذ كانت في اقتصاد وعلوم سياسيه، كانت هي واحده بس، كليه واحده في مصر، دلوقتي فتحوا لها فرع ولا هي كانت القاهره بس. القاهره بس، وكانت دفعتها قليله. فقال له انا اختي في اقتصاد وعلوم سياسيه، طب ما تحول اقتصاد وعلوم سياسيه. حول اقتصاد وعلوم سياسيه، امتياز اول سنه، بعد شهر من الدراسه امتياز تاني سنه، امتياز ثالث سنه، امتياز مرتبه شرف رابع سنه. ما شاء الله. اتعين معيد، الدبلومه، الماجستير لندن. الماجستير لا يا ربي، عمل مش عارف، بس هو الدكتوراه من لندن. ليه بقى؟ كانت الكويت بتعمل وهو كان فقير برضه، ما هو ابن عمي اللي انا بقول لك عليه، بس بيتقي الله في ماله، يعني بما يرضي الله، حق ربنا بيطلع، ربنا سبحانه وتعالى يكرمه يا رب ويزيده قمه في قمه يعني. تمام. اسمه الدكتور محمد اسماعيل، استاذ رئيس قسم الاحصاء في كليه اقتصاد وعلوم سياسيه، استاذ ورئيس قسم بقى. ما شاء الله. تعب في حياته، وتحت رجل العيله كلها، وبر بابوه وامه. دي المفتاح، موضوع ده المفتاح وبر. ما هو البر ده مش في الحياه يا دكتور، البر ده بعد الوفاه كمان. بالظبط. قرايبه كلهم تحت رجله، دول من ريحه الوالد والوالده. ما هو هندسه خلاص لقى نفسه حته تانية بقى، موضوع تاني دلوقتي بيحاضر في الامارات. وما كانش حاطه في دماغه يعني. هو لا ما كانش في دماغه. هو كان هندسه، وما بعد هندسه قال لك تجاره، ما هو خلاص يعني ما كانش في الحسبه اصلا، في النص دي مش في الحسبه اصلا. ولكن اهي نصيحه ربنا سبحانه وتعالى، هو لو كان في هندسه ممكن يبقى عادي جدا. شلته كلها زمايله كلهم مهندسين، ومنهم كان اخر كان 2 وزراء من في اخر وزاره النظيف، زمايله كانوا بيجوا يذاكروا معاه في البيت يعني. تمام. هو سياسيا ملوش سياسي، مش عايز لا مش عاوز، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو تعب فلاقى. بالظبط. اتعب تلاقي، اتعب والله. هو ده بقى اللي كان بيتقال لك يذاكر على لمبه الجاز، كان بيذاكر فعلا على لمبه الجاز. الظروف وحشه، مفيش مفيش. انا هعمل عليا ايا كان الظروف، وربنا مطلع. الفقر كان بيجري ورا ابويا وعمي برهوان. هو كان يقول لك كده رايح فين يا فجر، في مثلا كده عندنا في الصعيد يقول لك رايح فين يا فجر، قال لك رايح لناس اعرفها، قالوا له ماتوا، قال لك رايح لخلائفها.
يعني ايه؟ فهو فمكمل كان بقى. مفيش حد في الدنيا هيتعب الا لما ربنا هيدي. احنا بنتكلم على مشاكل وطلبة ثانوية عامة، ومن ضمن المشاكل اللي حتى بتبقى مشهورة من أيامنا فكرة أنا شاب في تالتة ثانوي أو في ثانوي فهحب بقى واحدة تانية في ثانوي. يعني مشاكل الحب ايوه اللي طبعا. في الفترة دي والله بص يا باشمهندس، بتشوفها ازاي أو كمدرس أو جات لك قبل كده في لا حالة؟ كتير، لا كتير جات لي وطلبه. بالظبط، أنا قصدي في الفترة دي. بقول له اعتبر نفسك صايم، مم. والله بقول له كده، افطر في الكليه. ما جاتش معاك على ما السنة؟ جاتش، اصل خد بالك، الحب ده اسمه الحب ايه؟ ان انا احب وانا ماشي، اي واحده حلوه انا احبها. الحب الفعلي هو هيقابله، ما احنا كلنا قابلنا الحب الفعلي، بالظبط. تمام. لكن انت وانت عندك 17 18 سنه تقول لي انا بحب؟ وانت وسط الضغط ووسط المشاكل، ما انت برضه ساعتها مش هتبقى بتفكر بجد يعني. انت بتهرج ازاي؟ انت يعني هم فاكرين ان هو ده بيحبها، لا ده هيفتكر، ما احنا كلنا حبينا واحنا في ثانوي يا باشمهندس برضه. بالظبط. بس هل الكلام ده منعنا عن مذاكرتنا؟ لا، كنا بنذاكر وكنا بنحب وكنا بنسمع ام كلثوم والكلام ده. لا انا مش هو ده الحب، تمام. وزي ما حضرتك قلت اللفظ حلو جدا، خليك صايم يعني. ما صوم، تنساش بس يعني بس ايه، صوم الفترة دي صوم عشان الفترة دي وهتحب وهتتحب وهتحب وتنسى. حبينا ناس كتيرة قوي يعني، واحنا ما كناش بنحب، ما احنا حبينا. ده السؤال الجاي كل على فكرة. اه ده السؤال الجاي. تمام، فحبينا وتحبينا وعشنا بقى في عين شمس بقى عند قصر الزعفران ايام طبعا ما كان عارف. في شجر، قبل ما يتغير. قبل ما يشيلوا الشجر ويحطوا ما بين. لكن تفتكر بقى الايام دي بقى تضحك وتقول هو انا كنت بعمل كده؟ هو انا كنت بقف قدام واحده اسبل لها كده؟ طب ما هي تعمل لك كده. في اوقات انا دلوقتي قدامي 6 شهور، لا الم نفسي، هذاكر اخلص، دخلت بقى افطر في الكليه، هحب واتحب وهيتنفض لي مره وهنفض مره واحنا العين هتمشي بتحب الدنيا. كتير يعني. اكيد. الحب بقى، وايه اول علاقة حب بالنسبة لمستر محمد؟ كانت في الكلية، كانت بعد الكلية؟ لا حبيت في الكليه طبعا، ولكن كان فرق اجتماعي صعب قوي. دي مهمة جدا، الواحد لا لما لا كبر فهم ان دي مهمة قوي بقى. فرق اجتماعي كان صعب صعب. وانا خدت قرار لما رحت انا بيتهم، انا ساكن في شقه 50 متر، انا بقول لك انا قلت سواق واحنا ظروفنا الماديه وحشه، والحمام عندي في البيت لازم تبقى محدد انت ناوي على ايه قبل ما تخش. يعني هو الحمام قد كده بالظبط يا باشمهندس، يعني ايه دخلتك بقى، هتخش بجنبك ولا هتخش بظهرك، ومش هتقعد تلف لي جوه. ده هو الحمام قد كده، انت عارف كانوا زمان المطبخ قد كده والحمام، هي الشقه 50 متر، فهي يا دوب هتقسم. 3 اوض، 3 في 3 و3 في 4، تمام، والحمام قد كده والمطبخ قد كده. فرحت عندهم، ماما عاوزه اشوفك، وقلت انا عاوز اخش الحمام. دخلت الحمام، اقسم بالله ما عرفت اعمل حاجه. ليه بقى؟ شفت حمام يا باشمهندس قد اللوكيشن ده، إيه؟ قال له قد اللوكيشن ده ايه؟ اكبر منه، ومرايات على الحيط وزرع وحكايات وروايات ومواضيع، ولقيت قعدتين، والله ما عرفت اقعد على انا وقعد، اقسم بالله. خدها من قصيرها. ورحت واخد بعضي، ما عملش حاجه، في المعادي هم ساكنين، والشقه من الاوضه للاوضه عاوز تاكس، يخرب بيك كده. وانا واقف في الحمام، طبعا انا خلاص نسيت الزنقه، نسيت ان انا داخل الحمام مزنوق، نسيت. بقيت ابص في الحمام كده يمين وشمال، ايه ده؟ دي هتيجي من هنا، دي هتيجي من هنا، تقعد هنا. هي مش هتقدر تستوعب يعني، هي هيبقى لا ما انت عارف بقى ايه بقى، انت فاهم، في وقتها طبعا لقمه صغيره تشبعنا، عش العصفوره يقضينا، تمام. قعدت طلعت طبعا ما عملش حمام. امها عماله تتكلم معايا، بابا شغال ايه، مش عارف ايه، عماله تحكي وانا بجاوبه بس. ونزلت طبعا في محل انا عمري ما انساه،
صالون حلاقه مزنوق. دخلت المحل اللي فيه حمام، قال لي اتفضل. رحت داخل الحمام، في كان زمان عندنا حاجه اسمها ميناتيل. الكابينه بتاعت التليفونات. ايوه، وانا معايا الكارت. تشك. احنا ما كانش عندنا تليفون في البيت، كان تليفون عند واحد صاحبي اسمه اسامه الله يرحمه، امه ست عظيمه. اتصلت بيها وقلت لها مش هينفع. قالت لي ايه مش هينفع؟ قلت لها مش هينفع خلاص. كلمتني وانا فكرت بعقلي، وراحت قعدت تعيط لوالدتي التانية ام اسامه الله يرحمه ويحسن اليها. قالت لي انت مالك كده والبت وان شاء الله ربنا يديني فين، انت ما شفتيش البيت. ما كانت امي التانية. قلت لها انت ما شفتيش عايشين ازاي، انت بتتكلمي في ايه؟ تمام. هي خدت العنوان وجايه لي دلوقتي. يخرب بيتك ليه كده؟ راحت جت، رحت واخدها، قلت لها ممكن تيجي معايا البيت؟ خدتها معايا البيت ودخلتها الحمام. امي قالت يخرب بيتك وبيت امك. امي البيت طبعا ما قلت لها دي اللي انا قلت لها هو ده الحمام. قالت لي يعني ايه؟ قلت لها يعني دي الشقه، وفعلا دي الشقه اللي انا كنت اتجوزت فيها. قلت لها دي الشقه اللي اتجوز فيها، ده بيتي، مش هينفع. قعدت بقى قلت لها والله ما ينفع، انا بدور عليكي مش على حد تاني. انت اكتر حد هيتعب. تمام. ففي الحته دي وانا ما ينفعش ابقى صغير او قليل، ولكن اتجوزت جوازه عائليه. والله يا باشمهندس بتهيألي هي ربنا خلق الستات دي كلها ما في واحده في الدنيا زيها. زوجتي يبارك فيها. بدعي لها ليل ونهار لانها كانت تحت رجل ابويا وامي، وهم كانوا بيعشقوها. دي نقطة مهمة قوي، ودي نقطة مهمة قوي. الطبيعي انا اعرف ان مثلا اما واحده بتولد امها اللي بتيجي تقعد معاها، لا انا دخلت لقيت مراتي والده وامي انا نايمه على الارض تحت السرير. يعني هي نايمه كده جنب السرير ومراتي نايمه. ازاي امي كده؟ ازاي؟ قالت لي والله العظيم. قلت لها ماما اطلع. قلت لها ازاي؟ قالت لي وانت مالك، دي بنتي. خلاص هي دي الفكره. خلاص العلاقه ما بينهم كويسه خلاص. بتهيألي ما فيش، انا ما اعتقد يعني مش هلاقي واحده كنت الف ايام الظروف الصعبه اقول لها نجيب التغيير ده تقول لي لا ده وحش، انا شايفه ده كويس. طب ده كويس بكام؟ ده كويس ب80. طب الوحش بكام؟ ب120. لا تقول لك لا ده هي حسبها حسبه تانية. مفيش يا نجم. مين يعرف عني بقى بيتي فيه ولا مفيش؟ ولا حد اللي في بيتي بس انا كنت بشوفها. انا هقول لك ايه، بس بتغسل البامبرز بتاع الواد مش كل يوم بتجيب. مفيش، كانت الدنيا مش كانش متظبطه كده. والعقاد عقدني، عقدنا رزق ربك غير كده لا. لكن العقاد ولا حاجه، هو ربنا اللي بيرزق، بس بيبقى فيه يعني اسباب. اتعب، تقلق في فلوسك، بر والديك، صلة الرحم بعد الوفاة. الناس اللي هي كانت بتحبهم انت بتحبهم، اللي هي كانت بتبرهم انت بتبرهم الى الان. اسئله خفيفه كده بره بقى اللي احنا بنتكلم فيه. حضرتك ليك في الكوره تقريبا؟ طبعا الحمد لله. انا حسيت من الكلام. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي الحمد لله. الحمد لله. نعرف نتكلم، ده فضل. اهم لحظه. ما هو معلش ما انا قلت لي دي كنت هقفل الكلام. دي نعمه. حتى في طلبت اقول له يا ابني اما بلاقيه زملكاوي ومعلق البتاع ده قول له بالله عليك افرح، لازم تفرح بمجموعك السنه دي، لان انت بالتاكيد ابوك زملكاوي. انت هتزعل في حاجات لان انا بلاقي هو زملكاوي يبقى ابوه زملكاوي، يبقى لازم الراجل اللي في البيت ده يفرح، لانه يا عيني حزين على طول متنكد. يعني ايه اهم لحظه عشتها مع الاهلي؟ او يعني انا عارف في لحظات كتير بس اهم واحده. انا بتهيألي انا بعيش مع الاهلي لحظات كتير طبعا. لحظه حلوه ولا لحظه وحشه؟ لا حلوه. لا حلوه. كل لحظاتي مع الاهلي حلوه. حلوه على سبيل المثال مثلا الا قلما يعني
انا على سبيل المثال الجون بتاع ابو تريكه في الصفاقسي في 2006 ده، يا لهوي الجون ده انا عملت بعديه عمليه على يا حسه. لهوي انا الجون بتاع، انا قلبي كان هيوقف. ده حقيقي. انا خلاص احنا كله بيلم نفسه وهيقوم. كنت على القهوه لا ساعتها بتفرج عليه. انا بص، انا ممكن اقول لك قلبي وقف، بس انا في مره عيطت يعني بجون جون زكريا ناصف في الزمالك. اللي هو بتاع اللي كان في السوبر ده تقريبا او حاجه. لا زمان كده زكريا ناصف كان شاط الكوره دخلت في المقص مم. وفوزنا 1-0 تقريبا، كان ده بتاع الدوري ده. عيطت بقى لان انا ليا ما بحب اتفرج لوحدي، مم. وطبعا في حاجات كده يعني ايه تجبرك انك ساعات تتفرج مع ناس. فاللحظات الوحشه عشتها في العبور. يعني في مره كنت معزوم فاتفرجت على الوداد اللي هو اتغلبت فيه 2017 ده. وبرضو كنت معزوم واتفرجت على الماتش اللي فات اللي احنا بتاع البرازيل ده اللي اتغلبنا اللي هو منه فريق اصلا ما اخر يستاهلش كاس عالم ده. فهي تقيل. لكن جون ابو تريكه، جون سيد عبد الحفيظ قبل كده في بتاع الترجي. طبعا. تمام. وفي قفشه في طب قاضيه. القضيه دي كانت قضيه حقيقي. يا راجل. انا خلاص انا خسرت الماتش، انا كنت قاعد خسرت الماتش خلاص، قعدت اتفرج كده خسرته لغايه ما جالنا قفشه الله يستره دنيا واخره. غير مجرى التاريخ. طبعا. اصل خد بالك، اصل دي لن تتكرر بالظبط. انك تتقابل مع صديقك اللدود، لان الزمالك فريق كبير طبعا. وانا بعتبر ان مشجعينه واقسم بالله احسن مننا. ليه؟ صابرين، شايفين الهم ده كله شايفين الهم ده مكملين. كله. لا والله احسن مننا وبيفهموا كوره اكتر مننا. والزمالك ده فريق بسم الله ما شاء الله يا باشا، ده احنا بس اللي بنخبط كده. لكن لا ما ادارات وحشه. انا دايما بشوف يعني الزمالك هو تاني فريق في الاهلي في افريقيا بعد الاهلي. هم لو اقتنعوا بكده هتخلص يعني. عارف اللي هو يعني اقتنع بكده بس اللي هو انت جامد قوي بس بعدين تقعد معاهم يا اخي يحسسوك ان يا جماعه ده تاريخ، ده ورقه وقلم. لا وبعدين يعني لو يا سيدي في مصر مكوسينها، طب في افريقيا، طب في لا العالم، لا طب لا في لا كذا، لا طب في كذا. الفيفا نفسه مع الاهلي. لا اسكت اللي هو في كل حته انت لا في حاجه غلط. الحته بتاعت الوقت نفسه، حضرتك بتحب اكتر الوقت بتاع الصبح ولا الوقت بتاع بالليل؟ لو هقعد اشتغل او هقعد لا بالليل مش يعني بالليل اللي هو الشغل نفسه بالنسبه لك هيبقى احسن. يعني وقت شغلي انا قاعد في بيتي مع نفسي ولا يعني سواء مع نفسك او يعني قاعد بتحضر مثلا لا حاجه جديده؟ لا بالليل. حلو. الصيف ولا الشتاء؟ والله انا بحب الصيف. اجازه برضه. في اجازه شويه. انا بحب الصيف فعلا. المهاره الفرديه ولا الجماعيه؟ يعني انت كشغل او حتى كتيم اللي بيساعدك، تحب ان كل واحد فيهم يبقى عنده مهاره مختلفه وفذه، ولا يبقى كلهم مع بعض كتيم قوي؟ حتى لا كلهم مع بعض كتيم قوي. اصل خد بالك التيم ينجح طبعا لو كل واحد بيشتغل من دماغه، حتى لو فز في المجال الحته بتاعته دي. لا مش واحنا من عادتنا يمكن ان احنا بناخد اراء بعض. لا مش طريقه الشرح، ولكن لا احنا لا المحاضره دي اتعملت، لا دي هتبقى مع دي مع الطلبه لا هتبقى تقيله. لا نشيل بس جزء من المحاضره وانا بسمع الكلام ده حاجه جميله ان كلنا بنكمل بعض. بس التجربه ولا المعلومه؟ يعني لو انا عايز اتعلم حاجه جديده. لا معلومه. حلو. ليه بقى؟ ساعتها اقول ايه، ان انا ممكن اجرب واقع، بس ممكن وقعتي تبقى الوقعه صعبه. لكن لو عندي معلومه تمام، لا ده موضوع تاني. ان انا هفكر بطريقه تانية خالص. ممكن تسمع حد اذاك قبل كده؟ الا واحد انا سايبها لربنا. انا بسامح الدنيا كلها. الا واحد انا بقولها كل يوم، وقلتها قدام ربنا في الكعبه، قلت له يا رب انا بسامح الدنيا كلها عشان انت تسامحني. ده لا، ده انا عاوز حقي منه يوم القيامه. ليه؟ انا كنت فاكره اقرب واحد ليا، ودي بتبقى اصعب حاجه فعلا. اقرب واحد ليا. في ناس كانت بتبقى عاوزه حاجات تكلمه هو، عاوزه حاجات مني انا تكلمه هو. اما الاقيك انت اكتر واحد بتذم فيا، مع ان انا كنت سبب من اسباب نجاحك انت. انا سبب، ما انا مش انا النجاح مش بتاعي، ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. حلو. لا انا مش مسامحك.
انا مسامح الدنيا كلها الا ده. انت لا وايه وبتحلف كذب، يعني ايه؟ يعني انت المهم ان انا محمد العقاد يقع، انا ما مم. اقعش لان الرزق مش في ايدك. بالظبط. أصل هو مش فاهم كده. انا رزق انا ما اقعش الا لو ربنا سبحانه وتعالى اراد. لا ان انت ياخده مع اي حد، مم. لا ده كذا ده كذا ده كذا، ده بيضيع العيال، ده بيعمل كذا، ده مش عارف ايه، ده ما بيقولش المعلومه كامله. بقت ظاهره. ازاي ما اقولش معلومه كامله وانا عندي اوائل كل سنه؟ مم. الله، امال بيطلعوا اوائل بيجيبوا المعلومه دي منين؟ اذا كانوا هم بتوعي. تمام. يبقى ازاي ما عنديش؟ فدي لا، الا ده، الا ده. اصل انا مش هقول لك عيش وملح، هقول لك وقفه عرفه. احنا وقفنا مع بعض في عرفه. مم. سيبك عيش وملح ايه، احنا واقفين مع بعض في عرفه. انت فاكر ان الدنيا كده هي الدنيا فلوس؟ الدنيا اصعب مش حاجه، فلوس. اصعب حاجه فعلا اللي تيجي من حد قريب انا لا كنت صعب، مديله كل لا الثقه لا يعني. لا صعب صعب. انا سايب كل الكلام. اصل خد بالك، آه، الناس ناسي حاجه مهمه. انا ما بحبكش، ازاي هتكلم في وشك، اتكلم عليك؟ مم. يعني ازاي؟ ده لو يعلم الناس ما في الغيبه لاغتابوا ابويهم. مم. يعني إيه؟ ده غيبه، دي غيبه ونميمه. انت اللي انت بتتكلم فيه ده دي سيئات عمال تاخدها. تمام. وانا باخد حسنات وانا فرحان بيها صراحه. ليه؟ لان وانا نايم انا بتشتم. ايه المشكله ما تشتم؟ مم. ما عنديش مشكله في كده، لان كل كلمه حضرتك بتقولها مساعر الحسن البصري. فلان يغتابك، قال لك الحمد لله على حسنه لم افعلها ولم اتعب في فعلها وليس فيها رياء. مم. حسنه جت لغايه عندي وانا يا راجل ايه ده؟ دي متعه. وانا متاكد، يمكن انا بس ما اعرفش طبعا، بس انا ده كلامي، ان طول ما انت بتأدي حق ربنا من صلاتك وصيامك والحاجات دي، اضمن ان انت داخل الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى ونعمته. لكن الا الناس، مش هيدخل الناس جهنم الا الناس. ظلمها للناس بالكلمه بالنظره باي حاجه، ده اللي هيدخل الناس جهنم. لكن ربنا ده غفور، اي ذنب يخصه هيغفره. ده امال هو الغفور ازاي؟ ده عظيم. انا ببعد عن الناس. طب ما انا ده العيال بيجي يقول لك ده بيقول عليك كذا وكذا وكذا، ربنا يهديه. مم. لان مش ارد ليه وتبقى واحده بواحده. لا، انا عاوز حقي كامل. بالظبط. يقول يا جماعه هل ده ربنا يهديه. هل ده كان اكبر درس اتعلمته في حضرتك في حياتك؟ يعني ايه اكبر درس او ايه اكتر حاجه انت حسيت ان هي علمت فيك وخدت منها درس من بعدها بقيت تقول او بقيت تشوف الدنيا زي ما كنت لا شايفها هو قبل الدرس ده؟ لا هو مم. لا، ما كنتش متوقع. لا هو خلاني بقيت حاسس ان الدنيا ايه ده اصل لا، مش كان الناس تقول لك عيش وملح. لا انا بقول لك عرفه. اعلى من اي حاجه بقى. مم. انا بقول لك عرفه، غير كده لا. اصل انا واقف معاك في عرفه احنا الاثنين، فانت عاوز مني ايه تاني؟ وانا بخاف عليك. واي حد عاوز حاجه من العقاد يقول لك انت، عشان حصل مشكله وسبتك وقلت مش هنزل معاك تاني. مم. تمام. تبدا انت تعمل الكلام ده؟ لا ربنا يهديه، بس ربنا يهديه. وانا بتمنى ان ربنا يهديه وانه ربنا يقبله. ولو ربنا قبله انا دخلت الجنه. اصله مش معقوله هو هيخش الجنه وانا ليه عنده حاجه. اقسم بالله والله العظيم يا باشمهندس انا بادئ انه ربنا يهديه. عارف ليه؟ ده انا بادئ لنفسي. اصل ربنا عادل. هو مش استحاله يخش الجنه الا لما اوافق انا. حقي عنده. فاسهل حاجه ربنا هيعملها ايه؟ ها؟ تسامحه وتخش الجنه معاه؟ ده انا سامح الدنيا كلها عشان خاطر، خش الجنة. عشان اخش الجنه. شكرا. طب انا عاوز ايه؟ وانا بادئ انه ربنا يهديه وبادئ انه ربنا يرزقه. اسمع شريمه وافضل والله العظيم وانا بصلي ربنا يهديه وربنا يرزقه وربنا يكرمه، واقعد اديله دعوات. تمام كده. لكن لا، حقي هاخده منه يوم القيامه. ان شاء الله. اما بروح ربنا كل الناس تقول لي يعني ايه، اقعد مع نفسي كده لا وبفكر. طب انا بقول يا رب سامحني. طب ما تسامح ده، لا مش قادر اسامحه. مم. لا لكن ادعي له بقى انه ربنا يهديه، لكن مش فاهم. هسامحه. فاهم طب ما انا قصدك. هدعي له انه ربنا يهديه، فانا طبيعي هخش معاه الجنه.
فانا هخش معاه ان باذن شاء الله، الله ان شاء الله. وربنا يكرمه يا رب ويهديه. علاقة حضرتك بوالدتك اتكلمت عليها كتير على مدار الحلقة كلها. لو حضرتك كاتب كتاب عن والدتك اخر سطر فيه عنها هيكون ايه؟ اخر سطر هو امنيته ان ربنا يدخلها الفردوس الاعلى، واني نفسي اروح لها واقعد معاها بقى. حياه البرزخ صعبه، انا ما اعرفش فيها حاجه. طب انا لو مت هقعد معاها، دي متعتي بقى، يعني دي ده متعه. اماني. دي متعه. يمكن انا ربنا كرمني ووفقني ان انا حجت لها، عملت لها كذا عمرات كتيره. كان ابويا مثلا، ابويا في السنه اللي كنت انا بحج وجيت ابويا توفى بعدها بفتره صغيره، فما كانش لسه حج. فقال لي، قلت له هتتجوز، هنطلع انا وانت السنه الجايه. مم. قال لي افرض مت. قلت له هطلع لامي، كانت اول حجه ليا، فطبيعي ان انا قلت له هطلع لامي الاول لو انت مت. قال لي ما انت بتاع امك، مع ان انا كنت بتاعه هو. عاوز تشوف ابتسامه ابويا صح في قمه نرفزته؟ السؤال قال لي ما تعرفش حاجه، مم. اقسم بالله في قمه نرفزته يوم ما اخش عليه، في قمه انا اخش عليه، امي ساعات كانت تقول لي خش لابوك. عشان ايه؟ عشان يبتسم بس. اول ما كان يشوفني يا باشمهندس والله ابتسامته تجيب كده. مم. فكنت ايه وايه اخده على طبعا انت عارف السن الكبير ليه وضع تاني طبعا. خالص يعني. فمره الله يرحمه وسني دي، قال لي ايه، كنت رايح عمره، فقال لي خد السديري. انت عارف الصعايده، عارف السديري بتاع الصعايده؟ طبعا. فقال لي خد السديري. فاخواتي قالوا لي كانت معايا اختي الله يرحمها اسمها فاطمه، كانت امي تقول له سديري ايه؟ بيه زي ده يلبس سديري؟ انت بتتكلم ازاي؟ اقول لها لا السديري، هاخد السديري. خدت السديري طلعته لمراتي، قلت لها ده ينزل مندي. يعني ايه؟ اول ما اجي من ان شاء الله من العمره تنزليه مندي. يعني ايه؟ يعني ان انا جيت وانت بالظبط. غسلتي. رحت العمره وجيت، ابويا متوفي عنده 86 سنه. عارف انا قعدت اتكلم في السديري، انا ما خدتش السديري، انا قعدت اتكلم في السديري ساعتين. الله يابا. ازاي والناس استخدمته ازاي؟ يا لهوي يابا، ده في ناس بتتسرق في الكعبه يابا والله. ده لولا السديري والفلوس جوه، تمام، حاسب يا خرابي. تلاقي الراجل يتسرق جوه قدام، يقول لي امال انا قلت له خد السديري ليه؟ عشان اقول له الناس بتتسرق قدام الكعبه في الحرم يابا. ينفع ساعتين وهو بقى ايه، فرحان انه عمل واجب، وانا ما كنتش خدت السديري. كان يقول اي حاجه. انت عارف القرارات في السن الكبير كارثه، ده يعني ننفذها تخرب الدنيا. فاول ما يقول اي حاجه وانا عارف انها تخرب الدنيا، اقول اللهم صل ايه ده انا 3 كليات يابا، ما بجيبش الكلام ده. يقول لي لا اصل الدنيا وتعليم الدنيا. والله يقول لي الدنيا، انا الدنيا، هو الدنيا مرمطته صراحه، مرمطته الله يرحمه. اقول له بس لو عملناها ايه رايك نعملها بالطريقه دي، ما انا هغير الكلام اللي هو بيقوله صراحه. بس هكبر بخاطره. بس ايوه، يقول لي مش انت شايف كده؟ اقول له لا انا شايف اللي انت شايفه. يقول لي طب انت لو شايف كده قول لاخواتك. ونفذنا اللي احنا عاوزينه، ونادي على اخواتي اقول لهم ابوكم بيقول الموضوع يتعمل بطريقه كذا مش انا اللي قلت بقى، انا ما قلتش حاجه، ده ابوكم بيقول لكم لا يا جماعه الموضوع هيتعمل بالطريقه كذا كذا كذا. الله، ده ايه ده؟ اما انت فاكر احنا العقاد عقاد ومش عارف ايه ده؟ الناس مش فاهمه، الناس مش فاهمه ان معاها خير وهي مش قادره تستغل. والله يعني احلى نهايه للموضوع، سواء والدة حضرتك او والدك، والخير اللي بيجي من الناس الكبيره دي طبعا اكبر من اللي احنا كلنا نتخيله يعني. طبعا. طبيعي في نهايه الحلقه بيبقى نسيب فرصه كده للضيف ان هو يتكلم الكاميرا بتاعته، يقول رساله لاي حد هو عايز يقول له الرساله دي. حدد الشخص وقول له الرساله على طول. يعني احدد شخص معين اقول له رساله؟ سواء شخص او لو عايز مجموعه من الاشخاص والله يمكن احنا الرساله قلناها بالظبط. عشان اوصل لاي حاجه انا عاوزها. لا، واحد، انت عاوز توصل لمكانه وعاوز توصل لفلوس وعاوز توصل لوضع اجتماعي لا، اولا وثانيا وثالثا وعاشرا واخيرا بر الوالدين، صله الرحم. الاتنين دول عملتهم،
انسى. اوعى تفتكر ان العقاد وقاعاته فيها طلبه وتمام التمام ان هو بيقول عربي. يعني في اللي بيقول عربي احسن من العقاد مليون مره ورزقه قد كده. ها، وعلماء في اللغه لو قعدت انا معاهم وعملت مناظره يعني يمسحوني باستيكه، ولكن رزقهم قليل. اسباب الرزق والرزق ده حاجات كتيره قوي. مكانتك العلميه ده رزق برضه، حب الناس ليك ده رزق، ماديا ده رزق، شهادتك دي رزق، كل دي ارزاق بتاعت ربنا. الاتنين دول اعملهم، ادي حق ربنا سبحانه وتعالى في فلوسك، في اللي بيجي لك، تاجر مع ربنا، انت كسبت كل حاجه، كل حاجه. وهي دي الرساله اللي اقدر اقولها لكم بس. واشتغل في مجالك، انت طالب يبقى شغلك الدراسه، انت تدوس في الدراسه، وربنا سبحانه وتعالى المستعان، وربنا يوفق الجميع كده يا رب. وربنا يكرم زمايلي ويجعل كل حرف بيقولوه في ميزان حسناتهم يوم القيامه، لان احنا كلنا بندور على دي. شكرا جدا ليك يا مستر والله العظيم انا اتشرفت يا محمد، وبفرح قوي يا باشمهندس ان ما بشوفك، دي ربنا متعه يبارك في حد فيك. ذاتها. ربنا يبارك امال فيك انت يا فاكر مستر. ان انا جاي اللقاء ده عشان اعمل اللقاء لا. ده؟ انا عشان اقعد معاك واتكلم معاك بس. حضرتك شرفتني والله. الله يخليك، وانا اللي الله اسف لو طولت عليك لا أو... طولت ايه، ده القعده حلوه وجميله جدا. دي اهم حاجه عندي. الله اهم يخليك، حاجه عندي. الله يخليك يا حبيبي. شكرا جدا ليك يا مستر. العفو حبيبي. دي كانت حلقه جميله وجديده من يلا توك. اكيد هتستمتعوا بيها، ولو في اسئله اسالوها لنا، وان شاء الله نتعب المستر نعمل حلقه جديده، حلقه مختلفه ثانيه. يا كريم يا رب، يا رب إن كريم شاء يا رب. الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله.